انا فين؟ انا حاسه ان الدنيا بتلف بيا، شايفه كابوس غريب قوي قدامي، مش حاسه باي حاجه في وشي، عايزه احرك ايدي بس مش عارفه، عايزه اقول اني عطشانه، هو انا ليه مش قادره اتكلم ولا قادره اقول اي حاجه؟ الجروح اللي حصلت ليها مش سهلة أبدا، للأسف في احتمال كبير يكون فيها جروح في وشها وجسمها وأثرها مش هيروح. يا عيني عليكي يا بنت اختي، كان مستخبيلك فين كل ده انت لسه صغيره قوي على اللي حصل لك ده. طيب هي مش هتفوق ولا ايه يا دكتور؟ هتفوق خلال كام ساعة، وفي الغالب هتحس بالعطش ومش هينفع إنها تشرب أبدا، من الأحسن ليها إن هي تفضل نايمة لبكرة. طيب شكرا يا دكتور. يا خسارتك في الهم يا بنتي، هتعملي ايه لما تعرفي اللي حصل؟ لكن انا لحد دلوقتي مش قادره افهم ده حصل ازاي. ايه اللي خلى البيت يولع كده؟ يا رب نجينا يا رب. انا حاسه ان انا عطشانه، مش شايفه اي حاجه، نفسي حد ينور النور، الدنيا ضلمه قوي. ماما انت فين؟ انت سامعاني؟ طيب يا ماما. الدنيا بقت ليل قوي، انا زهقت من القعده في المستشفى، هي شكلها كده مش هتفوق دلوقتي. انا هروح احسن وابقى اجيلها بكره الصبح ان شاء الله. شفتي اللي حصل يا اسماء؟ شفتي تمارا حصل فيها ايه؟ احسن، تستاهل، انا فرحانه فيها قوي. اهي مرميه في المستشفى، لا حول ليها ولا قوه. ربنا يشفيها، اللي حصل ليها صعب قوي. هو انتي بتتكلمي كده ليه؟ اوعي تكوني متعاطفه معاها، دي واحده مغروره وشايفه نفسها معرفش على ايه. الفكرة بس اللي حصل صعب فعلا، المفروض مهما حصل ما نتمناش الشر لغيرنا. خليكي انتي كده في العبط بتاعك، بكره هتكبري وتفهمي، انا فاهماها عشان انا من سنها، لكن انتي لسه صغيره. اللي يشوفك وانتي بتتكلمي كده يقول الفرق بيننا قرن، ده هما سنتين، انتي 17 وانا 15، مش كتير يعني. كتير طبعا يا بنتي، ده اكبر منك بيوم، بيعرف عنك بسنه، وانا اكبر منك بسنتين، ياه ده كتير قوي. ياه اخيرا الواحد وصل بيته، ده كان يوم طويل قوي. ايه اللي حصل يا ماما؟ هي فاقت ولا لسه؟ لا يا بنتي لسه في الغيبوبة، هي على كده بقالها يومين. تحب احضر لك الاكل يا ماما؟ اكل ايه بس دلوقتي؟ قولي لي يا ماما، الدكتور ما قالكيش هتفوق امتى؟ كلها كام ساعة وتفوق، انا هدخل انام دلوقتي عشان اصحى بكرة فايقة اروح لها المستشفى. حد منكم يحب يجي معايا بكرة الصبح؟ لا لا لا، انا مش بتاعت صحيان بدري، خدي اسماء بتحب الحاجات دي. ماشي يا ماما، انا هاجي معاك. طيب تمام، تصبحوا على خير. ماما. انتي كويسه يا حبيبتي؟ انا فين؟ انا مش شايفه حاجه، وايه اللي على وشي ده؟ ايه دي؟ ما تقلقيش، الدكتور هيجي كمان شويه ويفكلك الشاش. طب انا عطشانه قوي، ممكن تديني ميه؟ معلش انا اسفه، استني شويه بس الدكتور يجي علشان يقول ينفع اشربك ولا لا. صباح الخير يا بطلة، أخيرا فوقتي. الحاسة كانت صعبة قوي، عشان كده النتيجة ممكن تاخدك شوية، بس أنا مش عايزك تقلقي، وعايزك تعرفي إن كل حاجة قضاء وقدر. قولي الحمد لله. الحمد لله. هو فين بابا وماما؟ هم كويسين؟ انا مش سامعه صوتهم ليه؟ نفك بس الشاش اللي على وشك ده وهتعرفي كل حاجة. كده أنا فكيت كل الشاش اللي في وشك. الجرح كبير قوي يا دكتور. لا الحمد لله، هو أثره واضح لكن أفضل من الأول بكتير. انا حاسه باحساس غريب في نص وش الشمال. طمنيني، انت شايفة؟ ايوه الحمد لله، انا شايفه كويس. طب هي الحيطة لونها ايه؟ كل حيطان المستشفى لونها ابيض، مش محتاجه مني اكون بشوف دي. صح معاكي حق، بس انت كده شايفة. في الحقيقة الحرق سايب أثر كبير قوي في وش، في نص وشك الشمال، عشان كده انت حاسة بوجع اللي بتقولي عليه. هو انا ممكن اشوف شكلي؟ هجيبلك مراية، بس زي ما قلت لك ده قضاء وقدر، وقدر ولطف، انت في نعمة برضو. الحمد لله على نعمه ربنا. اتفضلي المرايه اهي. انا وشي كله راح، انا وشي بقى مخيف قوي، وشي بقى مرعب، الناس هتخاف من شكلي بعد كده، ومحدش هيرضى يتعامل معايا ابدا، لا حول ولا قوه الا بالله.
يا لهوي، ايه المنظر ده؟ شكلك بقى يخوف. حسبي على كلامك يا مدام. انا ما اقصدش والله، لكن انا اتصدمت، المنظر صعب قوي فعلا. الحمد لله على كل شيء. خالته هما فين؟ بابا وماما هما كويسين؟ والله يا بنتي ما عارفه اقولك ايه، احنا خسرنا خساره كبيره قوي. قصدك ايه يا خالته؟ قولي على طول. هما كمان عندهم جروح كبيرة. طب هما فين؟ انا عايزة اشوفهم، عايزة اطمن عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله يا بنتي، أهلك وصلوا المستشفى ميتين، ادعي لهم بالرحمة. ايه؟ لا 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 لا، انتوا اكيد بتهزروا. قولوا انكم بتضحكوا عليا، قولوا انهم كويسين. يعني ايه؟ خلاص انا كده بقيت لوحدي، خلاص مبقاش ليا حد. مشوا سابوني كده لوحدي في الدنيا. حاولي تهديها، ولو ما هديتش اطلبي من ممرضة إن هي تديها مهدئ عن إذنكم. أنا كمان هروح أشوف شغلي، لو احتجتوا أي حاجة دوسوا على الجرس ده عن إذنكم. ايه دي يا حبيبتي؟ هما صحيح راحوا، لكن انا معاكي، معلش يا بنتي ربنا يصبرك. هنقول ايه يعني؟ قلبي بيوجعني قوي قوي، حاسه اني اتكسرت ايدي وكنت مت معاهم. انا فضلت عايشه ليه؟ فضلت عايشه عشان مين؟ كان المفروض اموت معاهم. ليه يا رب سبتني عايشه؟ كنت اخدت روحي وريحتني معاهم. ما تقوليش كده يا بنتي، هم عمرهم خلص لحد كده، لكن انتي ربنا مد في عمرك، قولي الحمد لله. انتي مؤمنة يا بنتي، وده قضاء ربنا. الحمد لله على سلامتك يا تمارا. معلش اللي حصل صعب، بس ان شاء الله ربنا يصبرك. يا رب رحمتك ولطفك بيا يا رب. انا السبب، انا اللي عملت فيهم كده. ربنا عمره ما هيسامحني ابدا. انتي السبب ازاي؟ لحد دلوقتي محدش عارف ايه اللي حصل، كل حاجة حصلت في ثواني. ما تحكي لنا كده يا تمارا، ايه اللي حصل؟ هو ده وقته برضو يا ماما، خليها ترتاح ونبقى نعرف كل حاجة بعدين. خلينا نفهم ايه اللي حصل، بدل ما احنا عاملين زي الأطرش في الزفة كده ومش فاهمين اي حاجة. انا غرضي بس اطمن عليها. انا السبب، انا اللي قتلتهم بايدي، انا اللي دمرت حياتي كلها. هي كده مش هتهدى، لازم الممرضة تيجي، انا هرن على الجرس. ما تخافوش، هي هتهدى دلوقتي وتنام. حاولوا لما تفوق محدش يضغط عليها في الكلام وخلوها ترتاح. واحنا كنا عملنا لها ايه يعني؟ دي شكلها عاملة مصيبة كبيرة قوي، الله اعلم هي عاملة ايه. أنا قلت اللي عندي عن إذنكم. ماماي ماماي ست الكل، ماماي ماماي احنا من الفل. انا النهارده قررت افاجئك وهعملك صينيه كيكه تاكلي صوابعك وراها. يا سيدي يا سيدي، ايه الهنا ده كله؟ بمناسبة ايه بقى الصينية دي والتعب ده كله؟ ده انتي بتعملي شغل البيت بطلوع الروح. انتي ناسي ان النهارده عيد ميلادك يا ست الكل؟ فانا قلت بقى طالما عندنا مناسبه مهمه كده، قلت افاجئك بقى واكلك حته صينيه ما اكلتيش زيها في حياتك. انا بقول ندخل المطبخ نعملها سوا بدل ما ناكل كيكة محروقة. كده برضو؟ لا لا لا، ما كانش العشاء. امتى عملت لكم اكل محروق؟ ده انا اكلي كله جميل. يا سلام، ده بأمارة البطاطس المسلوقة، ده انا اول مرة في حياتي اشوف حد بيحرق البطاطس المسلوقة. انتوا اللي مش فاهمين، دماغي دي كلها وصفات جديده. انا غلطانه يعني اني كان نفسي اكلكم اكلات جديده. ابوس ايديكي، ما تتعبيش نفسك وخلينا ناكل اللي نعرفه، احنا راضيين بيه يا بنتي. عينة لا تقدر الفن. انا هاخد شنطتي وهدومي وهسافر اي بلد اوروبيه تقدر موهبتي. طيب يلا بسرعة بقى علشان تلحقي ميعاد الطيارة. ايه يا امي ده بجد؟ انت ازاي كده؟ طب امسكي فيا، قولي لا خليكي معانا اي حاجه يعني. قولي احنا عايزينك، لكن انت ما شاء الله ما صدقت تمشي البيت. انا لو مش بنتك قولي لي. انا اصلا كنت حاسه من الاول ان انا بنت عيله تانية ومش بنتكم. وايه كمان يا اوفر؟ ما فيش داعي تخبي، الفقر مش عيب. انا اكيد كنت بنت عيله فقيره وانتم اخدتوني عشان تربوني، مش كده؟ يا خساره عمري اروح بعيد عن اهلي. انتي موهبتك دي خسارة تعدي كده، انتي لازم تمثلي في التلفزيون، ده انتي اكتشاف. شكرا شكرا، دي اقل حاجه عندي. المهم بقى يا ست الكل، خليكي انت مرتاحه هنا، واول ما بابا يجي خليه يقعد جنبك وانا هعمل الكيكه على طول. وما تخافيش، انا جبت الوصفه من اليوتيوب ومتاكده من كل حاجه. ربنا يسترها ان شاء الله. أشطر بنت في الدنيا بتعمل كيكة، أنا هساعدك يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا بابا. بس انا قلت لماما اني مش عايزه مساعده. روحوا اقعد جنبها واتفرجوا على التلفزيون وانا هاجي بعد شويه. مش هضغط عليكي، بس أهم حاجة مش عايزين نروح المستشفى.
حذرك انت ماما، بس هو اللي هيودينا في داهية، غير كده كل حاجة هتكون زي الفل. حاضر يا لمدة هانم. العيلة دي ما عندها الثقة في الواحد ابدا. انا خلاص عملت الخليط اهو، كل اللي ناقص احطه في الفرن، بس هولع الفرن بقى. يوه ماله بس الفرن مش عايز يولع عليه، بس لقيتها انا هحطه في الميكروويف وخلاص. الله عليك يا بنتي يا تمارا وعلى افكارك. ماما بابا الحقوني، الميكروويف بيطلع صوت غريب. يا ماما يا ماما، ماما يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. انت كنتي بتحلمي يا بنتي ولا ايه؟ استهدي بالله كده. انا يا خالته السبب، انا اللي قتلتهم. انا ندهت ماما، ندهتها علشان تشوف، لكن للاسف الوقت كان اتاخر. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، لكن فجاه الميكرويف انفجر وبعدها الكهرباء بدات تولع في ثواني. البيت كله كان اتحرق. بس انا شفت بابا كان بيحاول يخرجني بره البيت. انا افتكرت اننا خرجنا كلنا، هما ليه فضلوا جوه؟ ليه ما خرجوش؟ ليه النار مسكت فيهم هما وسابتني انا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحريق كان كبير قوي يا بنتي، ده من ستر ربنا ان هو ممسكش في البيوت اللي جنبكم، بس الوضع كان صعب جدا. عارفة الحريق استمر لأكتر من ساعتين وكان في عربيات مطافي كتيرة قوي. انا لما شفت العربيات نزلت من بيتي اشوف ايه اللي حصل، ما كنتش اعرف انه بيت اختي اللي بيتحرق. خلاص يا ماما كفاية كلام، نبقى نتكلم بعدين. سيبيها تكمل كلامها، انا عايزه اعرف ايه اللي حصل. حاولوا رجال الإنقاذ يخرجوكم من البيت، لكن للأسف أبوك وأمك خرجوا متفحمين، ما فيهمش نفس خالص. وانتي يا بنتي خرجتي فيكي نفس رغم كل الحروق اللي كانت في جسمك. أنا معرفش انتي ازاي لسه عايشة، دي أصلا معجزة من ربنا. مش كده يا ماما، خلاص كفاية كلام. طيب خلاص يا حبيبتي ارتاحي دلوقتي، المهم تكوني كويسة. وهتيجي منين بس الراحه بعد كل اللي حصل؟ ربي لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه. حمد لله على سلامتك يا بنتي، حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. معقول اللي حصل لك ده؟ اخيرا فوقتي. ما تعرفيش احنا كنا قلقانين عليكي قد ايه. الحمد لله انك بقيتي كويسه. بابا انت ما قلتش ان انت جاي. وازاي ما جيش يعني؟ اطمن على تمارا، دي زيها زيكم بالظبط. انا بعتبرها واحده من بناتي. انتي احسن دلوقتي يا تمارا يا بنتي. الحمد لله يا هم، كله بخير. طيب يا حبيبتي الوقت اتأخر، احنا هنمشي دلوقتي ونبقى نجيلك بكرة الصبح ان شاء الله. عايزة حاجة نجيبها لك معانا؟ شكرا يا خالته. ايه ده يا محمود الدلع ده كله والحنية اللي نزلت عليك دي؟ ده ناقص انك كمان تقول لها تيجي تقعد معانا هنا. ما هي فعلا هتيجي تقعد هنا، هي خلاص ما بقاش ليها حد غيرنا. انت بتقول ايه يا بابا؟ مين دي اللي هتيجي تقعد هنا؟ انا لا يمكن اوافق طبعا. بقى على اخر الزمن اعيش انا وهي في بيت واحد؟ وما تعيشوش مع بعض ليه؟ هي هتاكلك ولا ايه؟ لا يا بابا لا، انا مش موافقة ابدا. ده البيت شايلنا بالعافية، هنقعدها فين دي؟ اللي عندي قلته، واتفضلي على اوضتك يلا. معرفش ليه انت حشرية كده. اما اختك رجعت من بره دخلت على اوضتها على طول، يلا على اوضتك. مالك يا محمود بتزعق للبت كده ليه؟ مالك محموق قوي كده؟ يعني معقول انت مش فاهمة ولا عارفة انا بعمل كده ليه؟ انا مش فاهمة اي حاجة، انا بس شايفة ان تصرفاتك غريبة قوي. كل اللي انت بتعمله ده مش طبيعي بالنسبة لي، ده انت بتخاف تصرف على عيالك. طب اسمعيني وانا هشرح لك كل حاجة. انت اتجننتي يا صفية؟ انت ازاي مش فاهمة انا عايز اجيبها تعيش معانا هنا ليه؟ لا مش فاهمة، هيكون لي يعني حنية مفرطة مثلا؟ دي علاجها هيبقى بفلوس قد كده. انت ناسية باباها مين وناسية عنده ايه وناسية يملك فلوس قد ايه؟ شكلك انت اللي مجنون. هو انت ما شفتش ايه اللي حصل؟ ما خلاص كل حاجة راحت، البيت اتحرق، مفيش حاجة سليمة جواه. اما انت غبية بشكل. هو انت فاكرة انهم زينا ولا ايه؟ طب احنا مش لاقيين ناكل فحاطين اللي حيلتنا في الدولاب، لكن اللي زي وائل ده بتكون فلوسه في البنك. يعني حتى لو شوية فلوس اتحرقت في البيت ففي البنك فيه اكتر بكتير. طب احنا هناخد الفلوس دي ازاي؟ دي اكيد هتكون بتاعت تمارا. انا مش عارف مالك النهارده دماغك مقفلة كده ليه؟ في ايه؟ انت مش كده.
أنا بصراحة مش فاهمة منك أي حاجة خالص. تمارا تحت السن القانوني، يعني لازم يكون وصي عليها، ومن الوصي بقى خالتها حبيبتها اللي هتجيبها تعيش معاها وتبقى في نظر الكل بطلة، لأنك مرضتيش تسيبي بنت أختك لوحدها بعد اللي حصل لها. فهمتي بقى ولا ما فهمتيش؟ أيوة خلاص فهمت. إزاي ما خطرش على بالي الكلام ده؟ عشان ما بتفكريش أصلا، هيخطر على بالك إزاي؟ سبت لك انت التفكير والنباهة. طيب يا نبيه هتنام فين؟ والبيت يا دوب اوضتين وصالة. تنام في أي حتة جنب أي واحدة من بناتك، دي مش العقبة يعني، ولا اللي هتأزم الموضوع. ماشي يا محمود، لما نشوف آخرتها معاك إيه. انتي تنامي دلوقتي، ومن النجمة تكوني عندها في المستشفى زي ما فهمتك، عايزك تديها حنية ما خدتهاش منك في حياتها. وماله يا اخويا لما نشوف اخرتها ايه؟ آخرتها هنلعب بالفلوس لعب إن شاء الله. صباح الخير يا بنتي، انت صحيتي امتى؟ معقول لحقتي تصحى؟ ده احنا لسه بدري قوي. ما عرفتش انام اصلا يا خالته، الحمد لله على كل حال. ربنا يصبرك ويصبرنا يا حبيبتي. صباح الخير يا بطلة، انت الحمد لله احسن بكتير النهارده. هو فين احسن؟ ده انت مش شايف ولا ايه يا دكتور؟ وشها عامل ازاي؟ ده هو زي ما هو. انا قلت يا مدام ان الاثر ده صعب للاسف ان هو يختفي، احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنقلل الوجع اللي فيه بس، لكن ان هو يختفي تماما دي صعبة جدا. يا لهوي، ده انت تلبسي نقاب احسن. العيال لو شافتك في الشارع بالمنظر ده اكيد هتجري منك. لا حول ولا قوة الا بالله. بصي يا بنتي، تقريبا كلها يومين وهتكوني قادرة تتحركي، ووقتها تخرجي من هنا، وهكتب لك شوية ادوية تاخديهم بانتظام لحد ما تبقي كويسة. تمام، شكرا يا دكتور، تعبتك معايا. ما تقوليش كده، ده شغلي عن اذنك. مالك بس يا حبيبتي بتعيطي ليه دلوقتي؟ ايه اللي حصل تاني؟ مش عارفة هروح فين، بيتنا راح ما بقاش ليا مكان خلاص. بيتي يا حبيبتي مفتوح لك. مين هيربي بنت اختي يعني غيري انا؟ ما تقلقيش، انتي هتعيشي معايا. ما تشيليش هم حاجه ابدا طول ما انا موجوده. مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه يا خالته، شكرا ليكي. انا هروح بقى يا حبيبتي، وهعرف البنات ان انتي هتيجي تعيشي معانا. اكيد هيفرحوا قوي، ومن بكره الصبح بدري هكون عندك. مفيش داعي تتعبي نفسك يا خالته، انا هكون كويسة. لو ما كنتش هتعب عشانك انتي يا حبيبتي هتعب مع مين يعني؟ يلا مع السلامه. اهو حصل اللي انت عايزه، ونفذت كلامك بالحرف الواحد، وكلها يومين وتيجي تعيش معانا. برضو يا ماما مصرين انكم تعملوا كده. طيب هي هتقعد فين يعني؟ ما انتوا شايفين البيت على القد. هاتولنا بيت قد اللي كانت عايشة فيه، ووقتها تبقى تيجي تقعد معانا. ما هي هتيجي علشان أطلعك من الفقر ده وتجيبي كل اللي نفسك فيه. بجد بجد يا بابا؟ طبعا، قولي لي بس نفسك في ايه وانا اجيبهولك. نفسي في موبايل جديد بدل القديم اللي معايا ده، لو جبتهولي هتبقى احسن اب في الدنيا. شوفي بنتك مش بتفكر غير في الفلوس، طالعة مادية قوي. يعني هي هتجيبه من بره، كله من جينات العيله. انا كل ده مش مهم بالنسبة لي، انا بس عايزة الموبايل. يلا بعد اذنكم. بعد بكرة هاجي معاكي ونجيبها سوا من المستشفى. عايزين نخلص من حوار الورق ده بسرعة عشان ناخد الفلوس بقى واعمل المشروع اللي عشت حياتي كلها بحلم بيه. وانت هتاخد الفلوس لوحدك ولا ايه؟ انا كمان عايزه اشتغل واعمل مشروع. ده مشروع ايه ده؟ ان شاء الله انا اول مرة اسمعك بتقولي كده. وده من امتى ده؟ كنت ساكته وكاتمه في قلبي عشان ما فيش فلوس، لكن طالما الفلوس جت يبقى اعمل المشروع اللي بحلم بيه. طيب ربنا يسهل ان شاء الله، ونشوف وقتها الاوراق بس تخلص وناخد الفلوس ونبقى نشوف. لازم تاخدي كل الادوية اللي في الروشتات دي، ولازم تدهني الكريم على جسمك ووشك. احنا لازم نحاول عشان نقلل الضرر بقدر الامكان. حاضر يا دكتور. هنجيب لها كل الأدوية طبعا. هو أنا عندي كام تمارة يعني، أهم حاجة تكون كويسة. يلا بقى يا حبيبتي، خالته مستنية في العربية تحت.
حمد لله على السلامة يا حبيبتي. يلا بقى يا محمود، ده النهاردة حضرت أكل كتير قوي علشان حبيبتي تمارا. انت بتنام؟ معلش ممكن تقف قدامه يا عمو ارجوك 5 دقايق بس. من عينيا يا حبيبتي. وقفت ليه يا محمود؟ ما كنت كملت، خلينا نخلص. خلاص ناقص على البيت شارع واحد ما فيهاش حاجة، لو وقفنا 5 دقايق خليها تعيط لها شوية، مش هنخسر حاجة. شايف بيتهم عامل ازاي وبيتنا عامل ازاي؟ انتي بتفكري ازاي؟ ما هو بقى فاهمة قدامك. اسكتي اسكتي وعدي يومك. الله يرحمكم، سامحوني سامحيني يا ماما ارجوكي، انا بس كنت عايزه افرحك، كان نفسي اعمل لك حاجه بنفسي تفرحي بيها، لكن اللي حصل اني دمرت كل حاجه، والله ما كنتش اقصد، ما كنتش اقصد ابدا. يا رب ارحمني برحمتك، يا رب اغفر لي وخليهم يسامحوني وعدي الايام الجايه كلها على خير. مش يلا بقى يا بنتي ولا ايه؟ انتي طولتي قوي، الوقفة غلط عليكي، يلا نروح. حاضر يا عمو. نورتي بيتك يا بنتي. يلا ادخلي الأوضة ارتاحي، هتلاقي أسماء ومي مستنيينك، وأنا هجهز لك الأكل واندهلك ناكل كلنا سوا. وانا هروح اجيب لك الدواء اللي الدكتور كتبه، هجيبه واجي على طول. يا لهوي، ايه ده؟ انت شكلك يخوف قوي. انت عامله كده ليه؟ ايه الرعب ده؟ انت ازاي عايزه تعيشي معانا؟ انا لا يمكن اوافق ابدا. هم عايزيني انام مع العفريته دي في اوضه واحده؟ لا لا يمكن ابدا. انا لازم اقول لبابا وماما يشوفوا حل. يا ماما انا خايفه قوي. ايه ده يا بابا؟ احنا اتفقنا ان هي هتيجي تعيش معانا هنا، لكن ما اتفقناش ان هي يبقى شكلها بالطريقه دي. ده بقى شكلها مرعب قوي، حرام عليكم. انتوا ازاي عايزيننا نعيش مع بعض في اوضه واحده؟ انتوا مش شايفين عامله ازاي؟ اللي زيها مكانها في الشارع. لا لا لا، وكمان الشارع صعب. ذنبهم ايه الناس يشوفوا المنظر ده؟ ده المفروض تتحبس في اوضه وما تخرجش منها ابدا. خلاص يا مي، مفيش داعي لكل الكلام ده، انا همشي من هنا وادور على اي مكان تاني اقعد فيه. ما ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ عيب كده، اتفضلي اعتذري لبنت خالتك، ما يصحش اللي قلتيه ده. اعتذر لو قلت حاجه غلط، لكن انا ما عملتش حاجه. كل الكلام اللي انا قلته صح، وكلنا شايفين ده بعينينا. خلاص ما حصلش حاجه، هي فعلا معاها حق، هي ما كدبتش. اهو ما قلتش حاجه من عندي. بقولك اعتذري دلوقتي حالا. حاضر يا بابا، انا اسفه. حلو كده، بعد اذنكم. معلش يا بنتي ما تزعليش، هي ما تقصدش، سيبك منها وروحي ارتاحي. يلا يا اسماء روحوا الأوضة وارتاحوا. انتي شرفتي. انا بقولك اهو، انتي مش هتنامي على سريري، انا ماليش دعوه. شوفي اسماء لو عايزه تنيمك جنبها بقى، او نامي على الارض، دي مشكلتك بقى مش مشكلتنا. خلاص يا مي، تعالي يا تمارا اقعدي ارتاحي، انتي هتنامي جنبي. بس انا مش عايزه اضايقك، انا هنام على الارض عادي مفيش مشكله. لا لا، انتي هتنامي جنبي، انتي تعبانه ولازم ترتاحي، انا مش هضايقك. وبعدين ما تزعليش من كلام مي، هي بس مش قصدها حاجه، هي مش بتحب حد ينام جنبها. طيب هو انا ممكن انام دلوقتي؟ انا حاسه اني تعبانه قوي وعايزه انام. طبعا تعالي ارتاحي. بقولك ايه، انا مش هقفل النور، نامي كده. يا رب هون الايام عليا هنا. انا عارفه ان مي مش بتحبني من زمان، ودايما كانت بتتخانق معايا، مع اني والله عمري ما عملت لها اي حاجه ابدا. ربنا يسترها والايام الجايه تعدي على خير. ايه الزهق ده؟ انا حاسه ان الجو ممل قوي، اما شغل شويه اغاني غيروا مود الواحد كده. ايه الصوت العالي ده؟ عيب كده يا مي، تمارا نايمه. بقولك ايه يا بنت، انتي مش عاجبك؟ اخرجي برا وفكك من شغل الطيبه بتاعك ده. يا رب شكلها ايام صعبه قوي اللي هشوفها هنا، بس مفيش قدامي حل تاني، ما عنديش اي مكان تاني عايش فيه ولا اي حد اروح له. يلا يا بنات الأكل جاهز، يلا بينا علشان ناكل كلنا سوا.
كل الاكل ده علشانك انتي بس يا تمارا، كلي يا حبيبتي وتغذي، بقالك كام يوم ما بتاكليش وجسمك محتاج غذا. كل الأدوية بتاعتك على الترابيزة، بعد ما تخلصي الأكل خديها وارتاحي. شكرا يا خالته، شكرا يا عمو. انا مش هغسل الاطباق يا ماما، يا تغسليها انت يا ماما، يا اما تخلي بنتك اسماء تغسلها، لكن انا مش هغسل مكان حد. مفيش مشكلة، أنا ممكن أغسلهم أنا. لا يا بنتي ارتاحي انتي، ولما تخفي ان شاء الله ربنا يحلها. تعالي معايا يا مية على البلكونة، عايزة اتكلم معاكي شوية. حاضر يا بابا. انت يا بنت انت عايزة تموتيني، جرائي مش عارفة تتعاملي معاها عدل شوية، ما تحترمي نفسك. انا مش فهمتك كل حاجة. يا بابا انا عملت اللي انت عايزه وجبتها تعيش هنا، عايز ايه اكتر من كده؟ اعمل ايه تاني؟ ده ناقص تقولي احط لها العلاج بنفسي. وما تحطيهوش ليه؟ هو عيب ولا حرام؟ يا بنت حرام عليكي، اتعلمي وخليكي ناصحة زي ابوكي. اتعلمي علشان توصلي للي انت عايزاه. يا بابا انا بكرهها طول عمري، مش بحبها. وحد قالك حبيها؟ انا ما طلبتش منك تحبيها، انا بس بقولك اتعاملي وعدي الدنيا لحد ما نوصل للي احنا عايزينه، وبعدها وعدك ان انا هسيبك تعملي اللي انت عايزاه. ماشي يا بابا، لما نشوف اخرتها ايه ممكن بقى اروح اخرج مع اصحابي شوية. ماشي روحي اخرجي اهو، نرتاح من مشاكلك شوية. طب هات فلوس بقى علشان اخرج بيها. لا احنا ما اتفقناش على كده، انت مش لسه واخدة مصروفك. هو انت بتسمي ده مصروف يا بابا؟ ده بيخلص مني قبل ما اخده منك اصلا، وبعدين مش انت قلتلي ان هو هيكون عندنا فلوس كتير؟ دول مش هيفرقوا معاك بقى. انا عارف ان انا مش هخلص من لسانك، خدي الفلوس وخلصيني. ايوه كده، هو ده الاب ولا بلاش؟ بقولك يا تمارا، انا كنت محتاجك تمضي شوية اوراق كده، لان انتي تحت السن القانوني ولازم يكون في حد واصي عليكي، وطبعا هكون انا وخالتك وهجيبهم من المحامي وتمضي عليهم. حاضر يا عمو، لما يجي همضي عليهم. يحضر لك الخير يا حبيبتي. ها يا محمود، جهزت كل حاجة؟ هو انا مش لسه قايل قدامك بره كل حاجة، ولا انتي مش بتسمعي؟ طيب كده هنقدر ناخد الفلوس امتى؟ وطي صوتك، الحيطان ليها ودان واي حد ممكن يسمعنا. ما تخافش، محدش هيسمعنا، فهمني انت بس. تمضي هي بس الورق وهقولك على كل حاجة، اهدي انتي بس شوية. طيب انا هديت اهو، اما نشوف الحكاية دي هتخلص على ايه. اهي كل الاوراق جت اهي، يلا يا حبيبتي وقعي بقى. حاضر، أنا وقعت على الأوراق كلها. حضرتك محتاج مني أي حاجة تانية؟ لا يا حبيبتي روحي انتي ارتاحي. عن إذنك يا عمو. شايفة بتتكلم ازاي؟ شايفة الطريقة والهدوء؟ بنتك مي مش بتتكلم كده زيها. اصلها طلعالك، واتكلم كويس وخلي يومك يعدي يا محمود. طيب ابعدي عني، خليني اشوف ورايا ايه. هتروح فين كده؟ هروح للمحامي عشان الورق ده يخلص في اسرع وقت، وما تخافيش هبقى اقولك على كل حاجة. انا جبت لحضرتك كل الاوراق وخليتها توقع عليها اهو، كده هتبقى الفلوس بتاعتي امتى؟ مش سهل انت يا محمود، انتوا بس مش خدتوا وصية البنت، انتوا كمان خدتوا فلوسها كلها، هو في كده؟ هو احنا هنعمل ايه بالفلوس دي يعني؟ ما كله عشان علاجها، ده علاجها غالي قوي، هو انا يعني هاخد حاجة ليا؟ لا طبعا، على العموم كام يوم وتقدر تسحب من الحساب، وهبلغك وقتها برضو. حاول تنجز معايا في الاجراءات، عايز نخلص باسرع ما يمكن. حاضر ما تقلقش.
اخيرا البلية هتلعب معاك. انا خلاص هسيب الشغل بتاعي اللي انا فيه وافتح السوبر ماركت اللي انا عشت حياتي كلها بحلم بيه. مش بس كده، ده انا هجيب كمان عربية جديدة غير العربية اللي معايا دي. هو وائل احسن مني في ايه؟ عشان هو يبقى عنده عربية احسن موديل وانا ما عنديش. خلاص هعيش كل احلامي اللي كان عندي وائل وما كانش عندي. ها يا محمود، عملتي ايه؟ خلاص هانت يا صفية، كلها كام يوم، ادعيلي انتي بس. ان شاء الله يحصل اللي احنا بنخطط ليه. بتحطي العلاج، هو ده اللي انتي فالحة فيه، كل شوية بتدهني. المراهم بتاعتك يا ريت شكلك يتغير في الآخر، برضه في النهاية انتي مجرد شبح مخيف، أي حد هيشوفك هيخاف منك. هو انتي مش بتردي ليه؟ علشان عارفة ان انا معايا حق وعارفة ان كلامي الصح. يلا يا عفريت اخرجي برا، انا عايزة انام. يا رب، انا عارفه ان انا شكلي اتغير وما بقتش حلوه زي الاول، بس انا ذنبي ايه؟ بس دي حكمتك يا رب. يا رب صبرني على كلام مي واهانتها ليا. انا خلاص ما بقتش حمل الكلام ده. يا رب قويني وعدي الايام دي على خير. يعني اهو يا محمود عدى كام يوم وما فيش اي اخبار او اي كلام. هو انت كنت بتضحك عليا ولا ايه؟ هو انتي شفتي يعني المحامي كلمني وانا ما قلتلكيش؟ الصبر يا عالم الصبر، اول ما يكلمني هقولك. الموبايل بيرن اهو. ده احنا لو جبنا سيرة مليون جنيه ما كانتش جت. اصبري بقى اما ارد عليه. بتقول ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ خلاص كده كل حاجة تمام، يعني الفلوس اتحولت لحسابي واقدر اسحب منها بجد. شكرا قوي يا استاذ. طيب مع السلامة. سمعتي يا صفية؟ خلاص يا بت، احنا عدينا خط الفقر. ايوه اخيرا، وهفتح المشروع اللي نفسي فيه. انا من بكره هبدأ ادور على مكان. ده مشروع ايه ده؟ هو انت اصلا بتفهمي في حاجة ولا بتعرفي تعملي اي حاجة؟ قصدك ايه يا محمود بالكلام ده؟ انت ناسي ان انا خريجة جامعة ولا ايه؟ ما كنتش بفهم ليه؟ يعني انا هفتح بيوتي سنتر كبير قوي وابقى اكبر مركز تجميل فيكي يا منطقة. هو انت بتفهمي حاجة في المكياج اصلا ولا حتى تعرفي فيه؟ ايه المشكلة؟ ما انا هجيب ناس تشتغل وانا همسك الادارة بس. عشان تفتحي مشروع لازم تكوني بتفهمي فيه، غير كده انا عايزك ترتاحي في البيت وتصرفي بس، وانا هعمل المشاريع وكل حاجة. انت متأكد من كلامك ده؟ طبعا انا بس عايزك تكوني مرتاحة وتعيشي بقى. طب خلاص اديني بكرة شوية فلوس اصرفها. بتقولي ايه؟ شوية فلوس مرة واحدة؟ اصبري بس الاول نعمل مشروع وكل اللي انت عايزاه هيجي ان شاء الله. هو انت بقى هتبدأ كده ولا ايه؟ اهدي شوية، ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. وطي صوتك شوية. خلاص هعمل لك كل اللي انت عايزاه، اسكتي بقى شوية. مش عايز اسمع صوت تاني، لو بناتك وتمارا سمعوا هتكون مشكلة. طيب هسكت اهو. قاعدة لوحدك ليه؟ تمارا مش قاعدة معايا ليه؟ انا عارفه انكم متضايقين من وجودي. لو عايزه تقعدي في البلكونه انا ممكن اروح اي مكان تاني عادي. بس انا مش متضايقة من وجودك، خليكي قاعدة عادي، بالعكس انا حابة اقعد معاكي. بجد؟ هو انتي مش بتخافي من شكلي ولا ما بتحبيش تشوفيني؟ لا طبعا هخاف منك ليه؟ هخاف منك على حاجة حصلت مش بايدك. اقولك على سر بس وعديني ما تقوليش لحد. طبعا اوعدك. اختي من زمان وهي بتغير منك جدا، كانت بتقول طول الوقت ان هي بتكره شكلها وحياتها عشان شكلها مش حلو زيك. مش بس كده، كمان كانت طول الوقت بتحاول انها تقلد نفس لبسك عشان تطلع حلوة زيك. الكلام ده كان زمان، دلوقتي محدش عايز يبص في وشي، كله خايف. مين قالك كده؟ اي نعم نص وشك فيه حرق كبير لكن ده مش بايدك، وبعدين نص وشك التاني جميل زي ما هو، ما تغيرش فيه اي حاجة. بس كل الناس بقت بتشوف فيا جزء واحد بس، الجزء اللي بيخوفهم. ما تصدقيش ده، انا عارفه ان انا اصغر منكم وكلامي ممكن يكون غريب، لكن مهما حصل فيكي خليكي واثقه في نفسك. حياتنا كلها اختبارات من ربنا، ودلوقتي ربنا حطك في اختبار وانتي لازم تكوني قده. مش عارفه اقولك ايه، بس يا اسماء على كلامك بجد شكرا ليكي. ما تقوليش شكرا، احنا اخوات. قاعدة بتقولي انتي وهي؟ تعالي يا اسماء، انا عايزاكي في الأوضة. نعم يا مي، عايزه ايه؟ ممكن اعرف قاعدة معاها ليه وبتقولي لها ايه كل ده؟ وانتي زعلانه اللي بنتكلم عادي. هو انتي شايفة نفسك طبيعية؟ يعني انتي تروحي تقعدي معاها هي وتسيبي اختك اللي من لحمك ودمك تقعد لوحدها؟ انا زعلانة منك قوي قوي يا اسماء.
الطريقة الغريبة اللي انت بتتكلمي بيها دي، من امتى وانت بيفرق معاكي ان انا اقعد معاكي ولا لا؟ انت كنتي طول الوقت بتقولي لي اخرجي بره وعايزة اقعد لوحدي، انت اللي مش بتحبي تقعدي معايا مش انا. ما انا لقيت نفسي غلطانة وخلاص، من النهاردة مش هقعد غير معاكي، اقعدي معايا طول الوقت وما تسيبينيش لوحدي. حاضر. انتي احلى اختي في الدنيا كلها. اهي فضلت ساكتة اهي وما نطقتش، يعني ماسكة الموبايل وقاعدة عليه ومش بتتكلمي معايا. لا طبعا، ازاي؟ انا بتكلم معاكي اهو يا حبيبتي، يلا اتكلمي وانا سامعاكي. انا زهقانة قوي، تيجي نخرج نتمشى؟ انا سألت اصحابي وقالوا لي محدش هيخرج النهارده. انا قلت نتمشى انا وانتي، ايه دخل اصحابك في الموضوع؟ مش عايزه اخرج بس عشان خاطرك، انا موافقه، يلا بينا. بجد هروح لتمارا وننزل كلنا. بتقولي ايه؟ هتقولي لمين؟ لا طبعا مش موافقه، انا عايزه نتمشى انا وانتي لوحدنا، مش هنخلي حد وسطنا. يعني عشان متزهقش لوحدها. خلاص انزلي انتي تمشي معاها وانا مش عايزه، بس افتكري ان انتي بتفضليها عني عن اختك. انا كنت عارفه اصلا ان انتي مش بتحبيني، اعملي اللي يريحك يا اسماء، مش عايزه مشاكل عشان بابا لو عرف هيتضايق مني. انتي زعلتي؟ خلاص ما تزعليش، يلا بينا ننزل انا وانتي وبس. انا مبسوطه قوي، دي اول مره تنزلي فيها انا وانتي بس من غير صحابك. عشان تعرفي بس ان انا بحبك وبعمل كل حاجه علشانك. وانا كمان ممكن اعمل اي حاجه عشانك. كدابه، انتي بتقولي كده وفي الاخر بلاقيكي قاعده مع تمارا. انا مش فاهمه انتي ليه بتتضايقي من تمارا كده؟ هي ما عملتش حاجه، دي عايشه في حالها ومش بتتكلم خالص، وبعدين ازاي لسه بتغيري منها؟ دي خسرت كل حاجه وما بقاش عندها اي حاجه. ومين قالك ان انا بغير منها؟ انا اغير من دي؟ لا يمكن، انا مش بغير، انا بس مش بحبها ومش بحب اتعامل معاها، هي مستفزه بالنسبه لي. جربي تتعاملي معاها هتلاقيها ان هي طيبه وكويسه، احنا لازم نحاول نهون عليها، دي مهما كان خسرت اهلها. بص رجعتي تضايقيني تاني ازاي بكلامك؟ سيبك منها ما تفكريش فيها، كفايه ان هي عايشه معانا، انا عايزاكي تعتبري ان هي مش موجوده اكنها هوا في البيت. طيب اهدي بس، هو انتي اتعصبتي كده ليه؟ انا مش متعصبه ولا حاجه، اسمعي اللي بقولك عليه وخلاص، يلا بينا انا زهقت. بس احنا ملحقناش نتمشى. ما انا خلاص زهقت واتضايقت من كلامك ومبقتش قادره. صفية يا صفية تعالي شوفي حصل ايه، انت فين؟ ايه اللي حصل؟ مالك فرحان كده ليه؟ اخيرا يا صفية حلم حياتي اتحقق ووصلت للي نفسي فيه، اخيرا سبت الشغل خلاص. يا نهار مش فايت، انت بتقول ايه؟ ازاي تعمل كده؟ خلاص يا صفية انسي الشغل اللي كنا بنتذلل فيه، من النهاردة مفيش ذل تاني ولا مدير يتحكم فيا. ما شفتنيش وانا بحط الاستقالة على المكتب قدامه وبقول له خد، انا ما يشرفنيش اشتغل في المكان ده تاني، اتمنى ما اشوفش وشك مرة تانية. انت مجنون؟ انت اتكلمت بالطريقة دي فعلا معاه؟ وما اتكلمش ليه؟ خلاص انا يستحيل ارجع للشغل مرة تانية. المدير برضو قال لي انت ازاي تتكلم معايا بالطريقة دي، وفضل يزعق لي كده شوية، لكن انا ما همنيش الزعق بتاعه ده ابدا، وسبته يزعق ومشيت وانا راسي مرفوعة. انا خلاص من النهاردة بقيت زيه ويمكن كمان اكون اغنى منه. ربنا يسترها عليك والفلوس ما تطيرش البرجين اللي في دماغك. ما تخافيش عليا، دماغي زي الفل وزي ما هي. جهزي انت بس نفسك علشان عندي ليكي مفاجأة حلوة قوي. بجد يا محمود؟ ايه هي المفاجأة دي؟ ما انا لو قلتلك مش هتبقى مفاجأة، يلا بس اجهزي بسرعة وفي الطريق هتعرفي كل حاجة. حاضر 5 دقايق وهكون جاهزة. انا خلاص جاهزة اهو، يلا بينا. كل البيت خرج وانتي هنا قاعدة لوحدك، مالكيش حد ابدا ولا ليكي حد تتكلمي معاه. الله يرحمك يا ماما، عمرك ما كنتي بتسيبيني لوحدي ابدا، وكنتي مالية عليا حياتي كلها. من بعدك ما بقاش ليا حد، بقيت وحيدة بكلم نفسي بين حيطان البيت وبس. ادخلي برجليك اليمين وقولي لي بقى ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ ده محل فاضي مفهوش اي حاجة، ده شكله مبهدل كمان وعايز توضيب كتير قوي. انت بتضحك عليا ولا ايه يا محمود؟ بقى هي دي المفاجأة جايبني المكان ده؟ وانت صغيرة كان الذكاء عندك طبيعي ولا كان فيه مشكلة؟
تقصد ايه بكلامك ده؟ انا ذكائي زي الفل ده، وانا صغيرة كانوا بيقولوا ان انا مفيش في ذكائي. لا ما هو واضح، ركزي شوية معايا، بصي حواليك، المحل ده كله بقى بتاعي أنا. انت بتتكلم بجد؟ يعني ده بقى ملكنا؟ أيوة طبعا أنا اشتريته ولسه بقى هوضبه وافتحه، وهيكون أكبر سوبر ماركت فيك يا شارع. اوعى تكون هتصرف كل الفلوس على المحل ده، انا كمان عايزة اعمل حاجة لنفسي. برضه تاني، ايه رأيك تبقي تيجي تقفي معايا هنا وتشتغلي معايا اهو، تسلي نفسك وتتبسطي؟ ممكن برضه، وماله، بس ايه بقى، مش هنروح نشتري اي حاجة ليا حلاوة الفلوس دي؟ بقولك ايه، احنا لازم نلم ايدينا علشان نعرف نفتح المحل، وبعدها نبقى نجيبلك اللي انت عايزاه. لا يا محمود، احنا هنروح المول دلوقتي، واوعدك ان انا هشتري حاجة صغيرة قوي بس عشان افرح معاك. يرضيك يعني انت تفرح وانا لأ؟ لا ما يرضينيش، ماشي يلا بينا. الله الله، كل حاجة هنا حلوة قوي، انا حاسة ان انا عايزة اشتري كل حاجة. حيلك حيلك، احنا جايين وقلتي هتشتري حاجة واحدة بس، بلاش تغيري كلامك دلوقتي، انا اصلا معيش فلوس كتير. انت هتفضل بخيل كده لحد امتى؟ فكها علينا شوية بقى وخلينا اشتري شوية الحاجات اللي انا نفسي فيها. يا رب نخلص بقى قبل ما روحي تخلص. بقولك ايه، اقعد انت هنا وانا هروح اشتري اللي انا عايزة وارجع لك تاني. يكون احسن برضو. انا خلاص خلصت وجبت كل اللي انا عايزاه. هو انت صرفتي كل الفلوس دي حسرتك يا محمود؟ خلينا بس نروح وتبقى تعمل كده في البيت. ايه الشنط دي كلها بقى كده يا بابا؟ تاخد ماما تجيب لها كل الحاجات دي وما تشوفش بنتك الغلبانة بأي حاجة؟ لا لا لا، ما كانش العشان. طب حتى شوف بنتك ب1000 جنيه. انت بتقولي ايه؟ 1000 جنيه مرة واحدة؟ اجيب لك منين؟ بقولك يا صفية تبقي تدي لبنتك اي حاجة من الحاجات اللي انت جايباها دي، وابعدوا عني انتوا الاتنين، انا ورايا شغل كتير عايز اشوفه. اهو بابا مشي، تعالي بقى يا ماما وريني جايبة ايه عشان اشوف هاخد ايه مكانك. انا كنت عارفة يا بنتي ان انتي مش هتسيبيني اتهنى على حاجة ابدا، علشان كده عملت حسابي وجبتلك شوية حاجات، بس مرضتش اقول قدام ابوكي، قلت يمكن يديكي فلوس ولا حاجة. الله الله، هو ده الكلام يا ست الحبايب، الواحد مش عارف يقولك ايه. هتفضلي بتاعت مصلحتك على طول. يلا هقول ايه بنتي ولازم اتحملها. انا قلت كده برضو. عمو ممكن بعد اذن حضرتك تجيبلي الدواء ده لان كله خلص. والله مش عارف اقولك ايه يا بنتي، بس انت عارفة وشايفة يعني انا الايام دي بفتح محل والفلوس كلها رايحة عليه، فيعني صعب يا بنتي اجيب لك العلاج ده لانه غالي قوي وبيصرف فلوس كتيرة، ويعني انا الايام دي مش هقدر اشتريهولك، فلو ينفع يعني تصبري عليا كام يوم بس، وانا اوعدك انه بعد افتتاح المحل هجيب لك كل الدواء اللي انت تحتاجيه. اه طبعا يا عمو، مفيش مشكلة، عن اذنك. اعمل لنا ايه بس دلوقتي؟ ايه الاحراج اللي انا فيه ده؟ انا عمري ما طلبت من حد حاجه، ويوم ما اطلب يكون ده الرد. انا حاسه اني عايزه الارض تنشق وتبلعني. انا خلاص مش هطلب منه اي حاجه تاني. ايه اللي هيتغير يعني؟ كده كده شكلي هيفضل زي ما هو محروق، دي عمرها ما تروح من وشي ابدا. يبقى مفيش داعي اني احاول اعالج، هخليني كده راضيه بحالي وشكلي، والحمد لله اني باكل واشرب وعايشه في بيت. ايه يا محمود، قلت هتفتح المحل ومش شايفة اي حاجة حصلت، يعني هو فين المحل ده؟ ما هو بيجهز وبجيب البضاعة، ولا هي كن فيكون، اصبري، كل حاجة لازم تاخد وقتها. طب انت حتى ما جيتش قلت لي خلصت كذا ولا عملت كذا؟ كل حاجة زي ما هي، محلك سر. ومين قالك كده؟ بالعكس كل حاجة بقت جاهزة تقريبا، مش عايز بس اشغل دماغي، لكن كلها يومين وهقولك تعالي الافتتاح، واوعدك وقتها ان جوزك هيشرفك. خلينا ورا الكداب لحد باب الدار.
جهزي نفسك انت والبنات، افتتاح المحل النهارده، كلكم لازم تكونوا موجودين. هو انا كمان ممكن اروح معاهم؟ انا بقالي كتير قوي ما خرجتش. انت عارفة يا بنتي ان ده محل اكل عيش وخاف يعني الناس تقلق شوية من شكلك ومحدش يرضى يقرب من المحل، فيعني انت خليكي هنا وتبقي تعالي مرة تانية في يوم غير الافتتاح. اه خلاص فهمت، ماشي يا عمو، مفيش مشكلة، روحوا انتوا وانا هستناكم هنا. يا ربي، يعني انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه في اللي حصل؟ هو انا مكتوب عليا اكمل بقية عمري في البيت وما اخرجش ابدا؟ يا رب دلني وساعدني وقول لي اعمل ايه. عارفه يا تمارا، السوبر ماركت جميل قوي، انا جبت ليكي معايا من هناك حلويات، خبيها قبل ما ماما يتشبها وتقعد تزعق لي كلهم لما هي تبقى مش موجوده. شكرا يا اسماء، انا هشيلهم وناكلهم انا وانتي سوا ونشغل فيلم ونتفرج عليه وناكلهم وقتها، ايه رايك؟ موافقه طبعا. انا خلاص تعبت يا محمود، انت لازم تشوف لك حل. طيب في ايه؟ فهميني ايه اللي حصل. انا شغل البيت هد حيلي واخد كل صحتي، وانت عارف بناتك ما بيعملوش اي حاجة وانا اللي طلع عيني بس. طيب انا المطلوب مني ايه؟ يعني اعمل ايه؟ بما اننا بقى معانا فلوس، شوف لي شغالة تساعدني في البهدلة اللي انا فيها دي. ايه انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاني اصرف الفلوس اللي معايا على الشغالات؟ لا طبعا. وبعدين انا ما امنش ان اي حد يدخل بيتي، ثم اصلا انت عندك شغالة في البيت وببلاش، ما تشغليها. دي فين دي؟ تمارا خليها تعمل كل اللي انت عايزاه، بالذوق بقى بالعافية مش مهم، المهم انها تعمله. كده كده هي ملهاش مكان تروحه غير البيت ده، فهتسمع الكلام غصب عنها. تصدق معك حق، هي ازاي الفكرة دي ما خطرتش على بالي؟ عشان بس تعرفي قيمة جوزك. طيب خلاص، سيبني افكر واشوف هعمل ايه. فيها ايه لو وافقت على فكرة محمود يعني؟ وانتي هتعملي ايه؟ ده انتي هتخليها تعمل شغل البيت بس. ومش يمكن ربنا عمل كل ده علشان يرجع لي حقي؟ من زمان وامها واخده مني كل حاجه، شكلها الجميل اللي الكل كان بيحلف بيه، طريقتها في الكلام، حتى الدراسه ما سابتش ليا اي حاجه. كانت دايما تنجح وانا اسقط واخد السنه في سنتين، ده حتى وائل اللي انا شفته الاول واللي انا اتمنيت اتجوزه، لكن في الاخر حصل ايه؟ هي اتجوزته وانا اتجوزت محمود اللي ما بيهونش عليه يصرف جنيه، وهي كان وائل بيجيب لها كل حاجه ومش حارمها من اي حاجه ابدا. اكيد دلوقتي ربنا بيجيب لي حقي، عشان كده حصل فيها كل ده، وبنتها بقت كده، خلي بنتها تشتغل. ربنا بيخلص حقي ناس في ناس تانية. انا خلاص خدت القرار ومن بكره هبدأ انفذه. اصحي يا تمارا اصحي، يلا انا عايزاكي. صباح الخير يا خالته، نعم، عايزه مني ايه؟ قومي علشان عايزين ننضف البيت ونعمل الاكل. حاضر، هصحي مي واسماء ونيجي كلنا نعمل اللي انت عايزاه. ومين قالك نصحيهم؟ انا قلت عايزاك انتي بس، ولا كلامي ما كانش واضح؟ حاضر، بس مالك متعصبه كده ليه؟ هو في حاجه حصلت ضايقتك مني؟ هو ايه اللي مالك؟ انتي شايفاني بشد في شعري ولا ايه؟ ما انا كويسه قدامك اهو، ما تخلصي واسمعي الكلام وانتي ساكته. طيب حاضر، انا جايه اهو. انتي هتغسلي كل المواعين دي وبعدها تمسحي المطبخ، وبعد ما تخلصي تيجي عشان اقولك هتعملي ايه تاني. ايوه بس المواعين دي كتيره قوي، انا كمان مش بعرف اغسل المواعين، ماما هي اللي كانت بتغسلهم. وماما دلوقتي يا حبيبتي الله يرحمها، اتعلمي بقى واغسلي وانتي ساكته نص ساعه وهاجي اشوفك عملتي ايه. هي مالها خالته بتتكلم بالطريقه الغريبه دي ليه؟ انا مش فاهمه، بس امري لله مضطر اغسلها. اهو يا خالته انا خلصت المطبخ كله والمواعين كده، انت عايزه مني اي حاجه تاني؟ اه طبعا، دلوقتي يلا روحي اعملي لنا الغدا. إيه انت بتقولي ايه غدا؟ لا انا اطبخ؟ لا انا مش هقدر، انا مش بعرف، ده لا يمكن ابدا، مش هقدر. ما تتعدلي يا بنت، مالك انتي بتتكلمي كده ليه؟ هو انتي شايفه عفريت قدامك؟ انتي يا بنتي يا تمارا ايه اللي حصل لك؟ مالك بتعيطي كده ليه؟
انت يا بت تمارا، تمارا يا تمارا، ايه اللي حصل لك؟ قومي فوقي يا بت، ايه اللي جرالك يا تمارا؟ هو انت متي ولا ايه؟ يا لهوي، انت عملتي فيها ايه؟ هي مرمية على الارض كده ليه؟ طب ساعدني نشوف مالها الاول وبعد كده تبقى ترغي. طيب انا قلت لك خليها تعمل شغل البيت مش تموتيها. اخلص يا محمود وشيل البت من على الارض، وانا هروح اجيب ازازة البرفان وارشها على وشها علشان تفوق. اهي بدأت تفوق اهي. مالك يا تمارا؟ انتي كويسة؟ ايوه يا خالته انا كويسه، بس ارجوكي عشان خاطري بلاش طبخ، انا خايفه اللي حصل يتكرر تاني، انا مش عايزه اذيكم، بلاش طبخ عشان خاطري. معها حق يا صفية، ولا انت عايزاها تولع فينا زي ما عملت في ابوها وامها ولا ايه؟ انا مش مستغني عن عمري. بس انا ما ولعتش بابا وماما، انا ما كانش قصدي اعمل كده، انا عمري ما فكرت اعمل كده، انا ما كانش قصدي والله. ايوه طبعا كلنا عارفين. خلاص مش مشكلة، روقي انتي الشقة وانا هعمل الاكل. ودلوقتي قومي يلا ارتاحي شوية. هي مين دي اللي ترتاح وترتاح لي اصلا؟ دي بتمثل عليكي يا ماما. اهي بنتك الحريقة صحيت، سبحان الله، صحي على مشاكلها. بتقول حاجة يا بابا يا حبيبي؟ لا خالص يا حبيبتي، انا كنت بس بفكر بصوت عالي. صدقيني يا ماما هي بتعمل كده علشان ما تروقش ولا تعمل اي حاجة، اوعي تصدقيها. ادخلي يا تمارا ارتاحي شوية، وبعد النص ساعة كملي اللي وراكي، اتفقنا؟ حاضر يا خالته، عن اذنكم. انا سمعت اللي حصل، معلش يا تمارا ما تزعليش، بابا اكيد ما كانش يقصد. ما حصلش حاجه، انا مش زعلانه. طب ارتاحي انتي شويه وانا هروح اعمل فطار واجي ناكل انا وانتي. انا مش جعانه، ما تتعبيش نفسك. لا اقبل اي اعذار، ارتاحي على ما الفطار يخلص. يلا يا تمارا اصحي، انا عملت الفطار. حاضر انا صحيت اهو. هو ايه اللي بيحصل ده؟ اكل وفي اوضتي ده من امتى ان شاء الله؟ هو انتوا مش عارفين ان انا بقرف ولا ايه؟ بتتقرفي من ايه؟ انتي اوقات كتير بتاكلي في الاوضه ومحدش بيعمل لك حاجه. دي اوضتي واعمل اللي انا عايزاه، لكن انتوا تاكلوا فيها بأمارة ايه؟ اخرجوا يلا بره، اخرجي بره يا اسماء، بالاكل ده مش كفايه عامله لها هي اكل؟ ما عمرك ما فكرتي تعملي لي اي حاجه. ايه امال مين بيعمل لك كل حاجه؟ ده انا طول الوقت بعمل لك كل اللي انتي عايزاه. بقولك يا بنت انتي اسكتي يلا واطلعي بره. خلاص يا اسماء، ما فيش داعي للمشاكل، اقعدوا انتوا افطروا سوا وانا هقوم اشوف ورايا ايه. هو انا يعني كنت مستنيه منك الكلمتين دول؟ انا لو عايزه اكل الاكل ده كنت كلته، لكن انا مش عايزه. انا مش هنهد معاكي، يلا بينا يا تمارا. انا مش عايزه اعمل بينكم مشكله، انا لاحظت كل ما تكوني قاعده معايا ما تتضايق، لو ده هيضايقها بلاش تعملي كده. لا هعمل كده وهي مش تتحكم فيا، اصلا انا مش عارفه هي بتعمل كده ليه ولا امتى هتبطل اللي هي بتعمله ده. هي بتعمل كده عشان متغيرة عليكي، زعلانه عشان هي حاسه انك بتحبيني انا وهي لا. ده مش تفكير مي اختي ابدا، هي مش بتفكر في اي حد غير نفسها اصلا، وطول ما اللي هي عايزاه بيتعمل يبقى خلاص مش هاممها حد اصلا. مش عارفه بقى. انا عارفه كويس دي اختي وانا حافظاها، سيبك من كل ده وكلي. يا ماما حرام اللي بيحصل ده، تمارا بتعمل كل حاجه في البيت لوحدها ومحدش بيساعدها فينا ابدا، ورغم كده هي عمرها ما اشتكت او قالت حاجه. طيب وانت جاية تشتكي بالنيابة عنها؟ يعني ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه وركزي في اللي يخصك وبس. طب سيبيني حتى اساعدها واعمل اي حاجه معاها. قلت لا يعني لا، وامشي من قدامي يا اسماء عشان انت كلامك بيعصبني. بعصبك عشان بقول الحق مش كده؟ انت ايه؟ انت عايزة تغلطيني؟ عايزة تموتيني؟ شايفة قلبي بيوجعني منك ازاي؟ يا قلبي. ماما ايه اللي حصل؟ انتي كويسه؟ وهبقى كويسة ازاي طول ما بنتي واقفة قدامي كده؟
طيب يا ماما خلاص اهدي وانا هعمل اللي انتي عايزاه. طب روحي اعملي لي كوباية ليمون، مش قادرة اتنفس. حاضر. ده ايه البت اللي تقصف العمر دي؟ نفسي اعرف طالعة عبيطة كده لمين، ربنا يهديها. يا انا مش مصدقه نفسي، اخيرا يا تمارا الدراسه ترجع تاني، اخيرا انا فرحانه قوي. انا بحب الدراسه جدا وبزهق قوي من القعده في البيت. انا كمان زيك مش مصدقة نفسي، هنرجع بقى نذاكر من تاني ونقعد وسط الكتب طول الوقت. وانتي مالك انتي ومالك الكلام ده؟ وانتي اللي زيك هيدخل المدرسة ازاي اصلا؟ وما تدخلش اللي هي تدخل عادي زي ما اي حد طبيعي بيدخل. وانتي شايفاها طبيعية، خليها تروح تشوف وشها في المراية، بس اوعى تتخض من المنظر. في ايه يا مي؟ هو انت بتتكلمي معايا بالشكل ده ليه؟ هو انا عملتلك ايه عشان تكرهيني بالشكل ده؟ سبحان الله، هي في ناس كده موجودة علشان نكرهها بس، وانتي من الناس دول. وعلى فكرة ده مش رأيي انا بس، لا ده رأي الناس كلها فيكي. عيب كده يا مي، على فكره تمارا انا بحب. مفيش داعي تكدبي عليها، لازم تكون فاهمة انك بتشفقي عليها مش اكتر ولا اقل. الدليل على كلامي اهلك اللي ما استحملوش يعيشوا كتير بسببك في الدنيا. عايزة تأذي مين تاني؟ انت وشك وحش على كل الناس، اي حد هيشوفك حياته هتبوظ. احمدي ربنا ان احنا مستحملينك. ما كفايه يا مي، قلتلك عيب كده. اسكتي، انت مش فاهمة حاجة. انت فاكرة دموعها دي حقيقية؟ ده مجرد تمثيل، دي دموع تماسيح بتضحك بيها على اللي زيك. طيب وديكي قلت اللي عندك، عايزه حاجه تاني؟ وانا هعوز منكم ايه يعني؟ انا اصلا خارجة مع اصحابي. اهدي يا تمارا، حقك عليا ما تزعليش. انتي عارفه مي على طول كلامها كده يضايق، ما تعيطيش وانسي كل اللي اتقال. مي معاها حق، انا السبب، انا اللي عملت فيهم كده. اوعي تفكري بالشكل ده ابدا، ده الشيطان بيضحك عليك، مش انتي السبب ابدا. اللي حصل ده قضاء وقدر، ربنا اللي اراد كده. كل حاجه في حياتنا من ترتيب ربنا. معاكي حق يا اسماء، الحمد لله على كل شيء. ايوه كده، احمدي ربنا على طول، وانا واثقه ان ربنا اكيد هيعوضك في يوم عن كل دوت. يا رب. ايه رايك لو ننزل نتمشى شويه؟ ومش بس كده، انا هضحي واشربك حظير على حسابي. لا لا، دي تضحية كبيرة قوي، انا ما اقدرش عليها. ربنا يخليني ليكي. خلاص يا بنتي مفيش داعي تشكريني، يلا جهزي عشان ننزل. طيب هي خالته مش هتعترض؟ لا ما تخافيش، انا هقول لها جهزي انتي نفسك. ياه، انا بقالي كتير قوي ما خرجتش من البيت، احساس الخروج ده حلو قوي. تعرفي انا بحب اتمشى قوي، لكن ما طول الوقت ما كانتش بترضى ان هي تنزل معايا. انا بحبش ابقى لوحدي. خلاص بعد كده انا هتمشى معاكي. اتفقنا. شايفة نظرات الناس ليا، واضح ان هم خايفين من شكلي. ايه رأيك ارجع البيت احسن؟ لا ترجعي البيت ايه بس، سيبك منهم، اعملي نفسك كده مش شايفاهم. ما تركزيش مع اي حد، ركزي معايا انا وبس. بصي بقى يا تمارا، انتي المدرسة اللي كنتي فيها غالية قوي وانا مش هقدر على مصاريفها، فعشان كده انتي تنسي حوار التعليم ده خالص وركزي في شغل البيت احسن. ليه بس يا خالته؟ ده انا خلاص هدخل ثانوية عامة، وبعد السنة دي هدخل الجامعة. وانتي فاكرة ان في كليات هتقبلك بشكلك ده؟ انتي مجنونة ولا ايه؟ ممكن تنقليني في اي مدرسة تانية، انا مش عايزة اي حاجة، انا بس اروح على الامتحانات. ارجوكي يا خالته، ده كان حلم ماما اني ادخل كلية. هو انتي ليه مش عايزة تفهمي ان محدش مستحمل يشوف وشك ده؟ شكلك مزعج للناس. ازاي عايزة تبقي موجودة معاهم في لجنة واحدة؟ ارجوكي يا خالته، ارجوكي ساعديني احقق حلم ماما وادخل طب. طب ايه يا بتاع الطب انتي اي حد هيرضى يبصي في وشك ولا يكشف عندك؟ انا اللي عندي قلته مفيش دراسة تاني وتنسيها خالص. انتي كل اللي عليكي تكملي حياتك في البيت ده وتحمدي ربنا انك عايشة هنا وبتاكلي وبتشربي. لولايا كان زمانك مرمية في الشارع ومفيش حد قويكي تعيشي معاه. معاكي حق والله يا ماما، ده اللي زيها المفروض يفضل يشكرنا طول الوقت. كفاية اني بستحمل اشوفها كل يوم اول ما اصحى. ارجوكي ارجوكي يا خالته، والله انا مش هكلفك اي حاجة وهعمل شغل البيت كله، بس ارجوكي سيبيني اكمل دراسة. اوعدك انك مش هتحسي ان في المدرسة اصلا، ووالله مش هطلب منك اي حاجة. قلت لا يعني لا، كفاية كلام وروحي شوفي اللي وراكي ايه. مش كفاية مستحمليك وانتي حتى ما بتعرفيش تطبخي؟ يلا على المطبخ.
ايوه كده يا ست الكل، كنت مخبيه كل الحلاوه دي فين؟ انتي كمان يلا على اوضتك، انا زهقت منكم كلكم. عايزاني اسيبك تكملي تعليم علشان اشوف فشل بنتي قدام عينيا؟ ده انا دخلتها ثانويه عامه بفلوس قد كده عشان ما تكونيش احسن منها. يستحيل اسيبك دلوقتي تبقي احسن منها، انتي لازم تفضلي محبوسه هنا في البيت ده لاخر عمرك. يا رب اعمل ايه؟ يا رب ساعدني. انا طول الوقت بقول الحمد لله على كل حاجة ومستحملة كل حاجة، لكن يا رب مش هكمل تعليم، مش هعمل اكتر حاجة انا بحبها. ليه يا رب؟ ليه؟ الحمد لله على حكمتك يا رب. يا رب اديني الصبر والقوة من عندك يا رب، وخليني عارفة اتحمل الحياة دي، او ريحني منها يا رب، وخليني اكون مع ماما وبابا، هما وحشوني قوي. هو اللي انا سمعته ده صحيح؟ ماما تمارا مش هتروح المدرسة؟ اهي المحاميه بتاعتها جت اهي. يا بنتي هي اللي امك ولا انا؟ عايزه مني ايه؟ حرام يا ماما، ليه تخليها تسيب الدراسة؟ ما هي كانت شاطرة قوي. بقول لك يا بنتي انت بعيدي عني، ولو ما قفلتيش الموضوع ده انا هريحك واطردها بره البيت خالص. وريني بقى هتكمل تعليمها ازاي. طب ليه ماما؟ ليه كده؟ عشان خاطري يعني؟ حرام، هي متستاهلش كده. خليها تكمل تعليم. انا مش هنهد معاكي، اللي عندي قلته، وانت بقى اعملي اللي انت عايزاه. يا ماما ارجوكي. قلتلك مش هسمع كلمه تاني، ويلا على اوضتك. قلتلك ما تتعبيش نفسك معاها، انا عارفة انها مش هتغير رأيها، ما فيش داعي تتعبي نفسك معاها وتحرقي دمك على الفاضي. انا بجد متعصبة قوي، انا مش فاهمة ماما يعني بتعمل كده ليه؟ هي تستفيد ايه يعني من اللي بتعمله ده؟ اهدي يا اسماء، ما تعصبيش نفسك، اكيد كل حاجة هتكون كويسة. خلينا نقول يا رب، وان شاء الله ربنا هيحل كل حاجة. يا رب يا رب يا رب. اهي الدراسة بدأت يا تمارا، ما فيش اي امل. الحمد لله، انا راضية بحياتي زي ما هي كده. ركزي انتي بس في دراستك وكل حاجة هتكون كويسة. يعني ايه يا محمود؟ عدى شهور وانا مش شايفه اي حاجه اتغيرت، كل حاجه في حياتنا زي ما هي. فين الفلوس يا محمود؟ هتفضلي تفكيرك ضيق طول عمرك. انا بحاول اعمل اي حاجة عشان انا بحاول اكبر المحل علشان نفتح التاني والتالت. اهو انا ما باخدش منك غير الكلام، ولو حتى كلامك صح طيب على الاقل وسعها علينا شويه واصرف على البيت، بلاش تفكر بنفس الطريقه واصرف على عيالك. وهو انا يعني مش بصرف؟ ما انا بصرف عليكم وباكلكم وشربكم وبدفع دروس عيالك. عايزة ايه اكتر من كده؟ عايزه نصيبي في الفلوس بدل ما بهدل الدنيا وافضحك وعليا وعلى اعدائي. مالك بس متعصبة كده ليه؟ هو انا ايه وانتي ايه يعني؟ ما احنا الاتنين واحد، وانا قلتلك ان انا بكبرهم. ولا تكبر ولا تصغر، اديني نصيبي وانا هعرف اتصرف فيه. ده المثل بيقول لو كنت اخواتي تحاسبوا. طيب حاضر، اديني بس كام اسبوع كده ظبط الدنيا واعمل لك كل اللي انتي عايزاه. وهو انا لسه هستنى تاني؟ مش هيأثروا قوي، اوعدك كل حاجة هتتحل في اقرب وقت. اهدي بقى. يا ماما يا ماما يا ماما. في ايه يا بنتي يا مي؟ مالك بتزعقي كده ليه؟ ما تيجي يا ماما تشوفي الغبية اللي انت جايباها هنا دي. هي مين دي اللي اشوفها؟ تمارا يا ماما ما تركزي معايا، قلت لها ان انا عايزة سندوتشات من بدري وعايزة عصير، وهي معرفش راحت فين ولسه ما عملتش اي حاجة منهم. طيب خلاص، انا هشوفها بتعمل ايه الموكوسه دي. استني يا ماما انا جاية معاكي. هو انت قاعدة هنا بتعملي ايه؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ اخرستي ولا ايه؟ مش مي سألتك بتعملي ايه يا تمارا؟ ما تردي عليها. قاعدة يا خالته، خلصت كل اللي ورايا وقاعدة. طيب ما عملتيش الحاجه اللي هي قالتلك عليها ليه؟ هي قالت الخدامة تعمل لي سندوتشات وانا مش خدامة. صح معاكي حق، انت اقل من الخدامة. شايفة يا خالته بتتكلمي ازاي وانا عملتش ليها اي حاجة اصلا؟ ما انت اللي مستفزة ومش عايزة تسمعي الكلام يا خدامة. انا مش خدامة قلتلك. روحي اعملي لها سندوتشات وخلينا نخلص من القصه دي. فيها ايه يعني لو قالتلك كده؟ طب ما انتي خدامه هنا وعايشه بلقمتك. يعني ايه اللي بتقولي ده يا خالته؟ الحقيقه يا حبيبتي انا عارفه انها دايما بتوجع كده، فريحي بقى دماغك وعيشي عدل عشان ما تجيبيش وجع الدماغ لنفسك.
انا مش مصدقه انك بتعملي معايا كده بجد. انا مش عارفه انت ليه بتعملي كده. انا من يوم ما جيت هنا وعمري ما ضايقتك في اي حاجه ابدا يا خالته. بالعكس، ده اي حاجه بتقولي لي عليها بقولك حاضر. بقولك يا بت انتي انا دماغي مصدعه، انا ماشيه، ده انتي بنت خنيقه. اخلصي بقى وقومي اعملي لي السندوتشات وما تكتريش في الكلام بدل ما اخليكي تنامي في المطبخ. انا مش عارفه اقول ايه. الحمد لله على كل حال. ها فين الفلوس يا محمود؟ اهو عدى اسبوع كامل. ايه رأيك بعد ما نقسم الفلوس نشتري بيت كبير يبقى باسمك نعيش فيه كلنا ويبقى بتاعنا؟ لا طبعا مش موافقه. عايز تشتري بيت اشتري انت عايز تضحك عليا ولا ايه وتخليني انا اشتري البيت وتقعد فيه انت وعيالك واخلص فلوسي؟ انسى يا محمود، انا عايزه فلوسي وملكش دعوه انا هعمل بيها ايه. طيب حاضر خلاص، الاسبوع الجاي نروح عند المحامي ونشوف. وليه مش دلوقتي؟ ما نروح النهارده. للدرجة دي مش مأمنة؟ جوزك ما كانش العشم. انا فعلا كلمت المحامي لكن هو مسافر، علشان كده هنروح له الاسبوع الجاي. ماشي يا محمود، اما نشوف اخرتها معاك ايه. الحقيني يا صفية، انا في كارثة كبيرة قوي. خير في ايه اللي حصل؟ انا في كارثة كبيرة قوي ومش عارف احلها ازاي. بيتي اتخرب، كل حاجة راحت، كل حاجة راحت. فيه ايه يا محمود؟ ما تتكلم، انا مش فاهمه منك حاجه. ايه اللي حصل؟ كل حاجة راحت. خلص وقول ايه اللي حصل، ما تسيبنيش قاعده كده على اعصابي. السوبر ماركت اتسرق. انا كنت ساحب مبلغ كبير، كنت عايز اشتري لك بيه البيت عشان افاجئك وافرحك، لكن الفلوس اتسرقت ويا ريت جت على الفلوس وبس، ده المحل كمان اتسرق وكل حاجه راح. يا خراب بيتك يا محمود، هتعمل ايه وهتتصرف ازاي؟ يا خراب بيتك يا محمود. يا لهوي، هو اللي انت بتقوله ده بجد ولا بتهزر معايا؟ انت اكيد بتهزر معايا مش كده؟ انت شايفه ده شكل واحد بيهزر؟ هو انا فيا حيله اهزر ولا اتكلم معاكي؟ يعني ايه المحل اتسرق ازاي اصلا؟ انت عارفه ان انا ما بحبش حد يفتح المحل غيري. نزلت من البيت قدامك وكل حاجه طبيعيه، واول ما وصلت لقيت الكارثه، الباب كان مفتوح وكل حاجه متاخده. طيب ازاي ومين عمل كده؟ مش عارف، انا رحت القسم وبلغته وهم جم وشافوا كل حاجه، وقالوا لي هيفرغوا كاميرات الشارع كله ويكلموني لو وصلوا لاي حاجه. طيب انت جيت ليه؟ ما فضلتش معاهم ليه؟ قالوا لي ان وجودي ملوش لازمه. كمان انا مش قادر اقف على رجلي، حاسس اني تعبان قوي ودايخ، حاسس ان قلبي هيقف وهموت. بعد الشر عنك. طيب خلاص ادخل ارتاح ونبقى نشوف بعدها ان شاء الله. انا كمان بقول كده برضه. خلاص يا صفيه، جوزك هيموت وهترتاحي، مش ده اللي انت كنت عايزاه؟ اهو حلمك هيتحقق. انا عمري ما تمنيت يجرالك حاجه ابدا، بالعكس طول عمري بدعي لك. انا ماليش غيرك انت والولاد. هدي نفسك وكل حاجه ان شاء الله هتكون كويسه. هو اللي انا سمعته ده صح؟ يعني احنا هنرجع فقراء تاني؟ لا انا لا يمكن اوافق على كده ابدا يا بابا. انا استحملت كتير قوي علشان يكون معانا فلوس. هما بيطلعوا امتى دول؟ بنتك ظهرت منين فجاه كده؟ انا موجوده من بدري بس انتوا ما خدتوش بالكم علشان كنتوا بتتكلموا. المهم دلوقتي خلاص كده مفيش فلوس، يبقى خلاص بقى اطردوا تمارا من البيت. روحي يا مي شوفي مذاكرتك وما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. مش انت اللي هتقولي يحصل ايه وما يحصلش ايه. ماشي بس انا مش هستحمل كتير، واهم حاجه ما تزعلوش من اللي انا هعمله. اهي مشيت اهي، ما تفكرش في حاجه دلوقتي وادخل نام. ان شاء الله ربنا هيعدلها ويحل كل حاجه. البوليس بلغني ان هما مش عارفين يوصلوا للحرامية اللي عملوا كده. انا خلاص مفيش قدامي غير حل واحد. وايه هو الحل ده؟ هصرف اخر حاجة معايا من الفلوس واجيب بضاعة جديدة للمحل، وهغير الاقفال واركب كاميرات علشان تكون كل حاجة متأمنة. طب تضمن منين ان الحراميه دول مش هيرجعوا مره تانية؟ ما اضمنش يا صفية، بس مفيش قدامي اي حل تاني. هنجيب فلوس منين؟ هصرف على البيت ازاي؟ طيب خير ان شاء الله وهتعرف تعوض كل حاجه. هي خساره جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح. اوعدك ان انا هعوضك عن كل حاجة. انا مش عايز حاجة من الدنيا غير اني احقق لك كل اللي نفسك فيه. اه طبعا انت هتقولي. المهم اعمل اللي انت شايفه صح وخير ان شاء الله. اللي مكتوب هنشوفه. انت غبيه اللي اسمك تمارا، انا زهقت منك. هو انت هتفضلي لحد امتى ما بتفهميش؟ في ايه يا مي؟ انا عايزه اعرف انا عملتلك ايه. في انك غبيه. هو انا مش قلتلك قبل كده ما تغسليش هدوم الخروج مع هدوم البيت؟ البلوزه بتاعتي باظت.
بس انا ما غسلتش حاجه وما اعرفش انت بتتكلمي عن ايه اصلا. استعبطي يا بنتي، مين اللي شغل الغسالة امبارح بالليل؟ انا اللي غسلت لك البلوزه بتاعتك اللي لبستها. انتي كمان غبية، يعني انتي اللي بوظتيها. ما تاخديش من عندي اي حاجة تاني بقى طالما انتي بالغباء ده. وانتي بتتكلمي كده ليه؟ ما كانتش بلوزه يعني. انتي عارفة البلوزة دي بكام؟ طيب طالما كده بقى خديها وادفعي تمنها. الواحد مش عارف هيفضل عايش في القرف ده لحد امتى. انا همشي عشان انتي بجد مستفزة. والله ما فيش حد مستفز غيرك. معلش يا تمارا، ما كنتش عارفه ان هي هتبوظ والله. فداكي ما حصلش حاجه، هي مية كده على طول اصلا. روحي انت بس ذاكري علشان الامتحانات. حاضر. يا رب انا تعبت قوي من اللي انا شفته في الفتره القصيره دي في حياتي كلها. انا استحملت حاجات عمري ما كنت اتخيل ابدا انها تحصل لي. يا رب انا عارفه ان ليك حكمه في كل اللي بيحصل ده وانا راضيه والله، بس انا تعبت فجاه كده. كل حاجه اتغيرت في حياتي واتبدلت 180 درجه. خسرت اهلي وبيتي وتعليمي وشكلي، ما بقاش ليا حاجه. حتى خالتي اللي كنت فاكراها انها تكون حنينه بتعاملني بطريقه غريبه قوي. طول الوقت بتعاملني معامله اني خدامه عندها. انا اصلا ما اعرفش هي اللي بتعمل معايا كده. انا والله تعبت من المعامله دي قوي. انا خلاص تعبت، ما بقتش قادره استحمل. يا رب صبرني وعوضني ووريني حكمتك يا رب. قاعده لوحدك ليه؟ بتفكري في ايه؟ لا مش بفكر في حاجه، بس قلت اسيبك تذاكري وما عطلكيش عشان خلاص السنه بتخلص. ما تقلقيش، بعدين اصلا ماما مش مركزه غير مع معايا عشان الثانويه، لكن انا لسه صغيره. الايام بتعدي بسرعه وهتبقي في تالتة، انسي كمان. ليه بسرعه؟ خليها على مهلها. خليني كده انا قاعده اتدلع براحتي. معاكي حق، يلا بقى على المذاكره. يا مي حرام عليكي طول الوقت قاعدة على الموبايل. يا بنتي خلاص جدولك نزل والامتحانات بعد كام يوم، ذاكري بقى. يو يا ماما، حاضر حاضر، ما بقاش عندك غير الكلمتين دول. كل شوية ذاكري وبس. الامتحانات تخلص وانا مش هطلب منك اي حاجة تاني، انتي بس عدي الشهر ده. حاضر حاضر يا ماما. الامتحانات خلصت اهي، ومن النهارده بقى سيبيني اخرج براحتي واعمل اللي انا عايزاه. ماشي، ربنا يستر من النتيجة. النتيجة هتكون زي الفل ان شاء الله، ادعيلي انتي بس. بقى هي دي اخرتها؟ هي دي النتيجة اللي هتكون زي الفل؟ هي دي المذاكرة اللي كنتي بتذاكريها؟ هي دي المذاكرة اللي كنتي بتذاكريها في الاخر جايبة 50% ويا ريتك ناجحة؟ لا ده انتي كمان شايلة مادتين. اعمل فيكي ايه يا شيخة؟ حرام عليكي. اهدي شوية يا ماما، ده مش ذنبي. اكيد في حاجة غلط. هما المصححين دول اغبياء مش عارفين يصححوا عدل. هما برضو اللي اغبياء ولا انتي علشان ما كانش بيهون عليكي تفتحي كتاب؟ دي اخرتها. يا ترى بقى اللي زيك هيلاقي كلية يدخلها؟ اه طبعا، الكليات كتيرة قوي، مفيش اكتر منها. ودول فين بقى؟ انهي جامعة اللي تقبل واحدة زيك؟ مفيش اكتر من الجامعات الخاصة، وهدخل جامعة يا ماما واعمل لك اللي انتي عايزاه. ارجوكي بلاش وجع دماغ بقى وسيبيني في حالي. انا مش عارفة بجد انتي جايبة البرود ده منين؟ هو انتي فاكرة ايه هنجيب لك فلوس منين؟ احنا للجامعة الخاصة. اقول لك منين يا ماما ولا بلاش؟ انا ماشية يا بنتي من قدامك، انا تعبت منك. لما تبقي تنجحي في المادتين يبقى ربنا يحلها. عملت كل حاجة عشان بنتي تبقى أحسن وبرضه مفيش نتيجة، في الآخر برضه فشلت. يا رب ذنب إيه اللي عملته في حياتي علشان تعاقبني العقاب ده؟ يا رب أنا تعبت ومش حمل كل ده. اكرمها وخليها تنجح في المادتين دول يا رب. تمارا تعالي بسرعه، انا عايزاكي ضروري. في ايه اللي حصل؟ انا خلاص لقيت الحل السحري اللي هيرجع لك حياتك كلها تاني ويخليكي ترجعي للحياه من تاني. يا سلام، حل ايه ده بقى؟ كنت قاعد بقلب على الفيس النهارده ولقيت فيديو بتاع دكتور تجميل. بيقول ايه بقى الدكتور ده؟ ايه بقى؟ بيقول بيجرب طريقه جديده في عمليات التجميل عشان يمحى اي عيوب.
او اثر حروق في الجلد والوش تحديدا، وبيقولوا ان هو بس محتاج ناس يجرب عليها الموضوع ده، ومش هياخد منهم اي ضمان، لان مفيش ضمان لنجاح العمليه دي او فشلها. وانا بقى جبت عنوان العياده علشان نروح ليها ونشوف هيعمل لك العمليه ازاي، ويقدر اصلا يساعدك ولا لا. وانت صدقتي الكلام ده بقى وصدقتي ان في حاجة اسمها كده اصلا؟ ايوه، ما صدقش ليه؟ فيها ايه يعني؟ الكلام صح اهو، مكتوب اهو. وبعدين احنا هنروح العياده ونتاكد. وايش عارفك بقى ان ده مش كذب علشان يستغلوا الناس وممكن يكونوا بيخطفوهم مثلا؟ لا لا، مفيش الكلام ده يا بنتي. انا اصلا عملت بحث عن الدكتور دوت وصفحته كبيره جدا، وكمان العياده بتاعته مشهوره وكل الناس تعرفها تقريبا، فاحنا بقى هنروح ونشوف الكلام ده بنفسنا. طيب وهنخرج من البيت ازاي وهنقول لهم ايه؟ ما اعتقدش ان خالته هتوافق على حاجة زي كده اصلا. ومين قالك هنقول لهم؟ احنا كده كده بننزل نتمشى انا وانتي كتير، هنقول لهم ان احنا نازلين نتمشى، ووقتها هنروح العياده ونشوف بقى الدكتور ده بنفسنا. مش عارفة، خايفة، بس هروح معاكي ونجرب. ايوه هو ده الكلام، يلا بينا. دلوقتي؟ مش هضغط عليكي. لا خليها بكرة. انا قلقانة قوي من المشوار اللي احنا رايحينه ده، وخايفة يحصلك اي حاجة بسببي. وانا مش خايفه على نفسي، خلينا بس ندخل ونشوف الدكتور هيقول ايه. شايفه العياده كبيره ازاي والناس خارجه وبتدخل اهو، يعني في مكان كويس وكمان امان. يلا بينا بقى. انا حكيت لحضرتك الحادثة من وقتها وانا ماشية بالشكل ده، وفي كمان بعض الحروق في جسمي. طيب احنا هنحتاج نعمل كام عملية في الوش علشان يرجع لشكله الطبيعي. طيب هل العملية دي صعبة؟ لا خالص، احنا هناخد اجزاء من الجلد السليم عندك ونرمم بيه الجزء المصاب، مش عايزك تخافي خالص. طيب هي تاخد وقت قد ايه؟ مش اقل من شهر او يمكن اكتر كمان. بتقول ايه؟ لا طبعا مش هينفع، خالته لو عرفت عمرها ما توافق. يلا بينا نمشي يا اسماء. استني بس، بصراحه يا دكتور حياه تمارا في بيتنا صعبه شويه، انا نفسي ان هي تخلص من الحياه دي، بس هي معاها حق. ماما عمرها ما هتوافق ابدا. ماما واخده وجودها في البيت كحق مكسب، وكمان حرمها من كل حاجه بحجه وشها. طيب وانت ايه اللي يخليكي قاعدة معاها؟ ما تسيبيها وتمشي. هسيب البيت ازاي؟ هقول لخالته انا فين؟ انا يستحيل اعرف اعمل العملية دي. هو انا مش قصدي حاجة، بس طالما خالتك بتعاملك بالطريقة دي قاعدة معاها في البيت لحد دلوقتي ليه؟ دي بتستغلك لمصلحتها، فانت المفروض تفكري في نفسك زي ما هي بتفكر في نفسها. طيب هقعد فين؟ انا ماليش حد تاني. اعملي العملية الاول وبعدها نشوف. طيب ولو ما نجحتش؟ هتبقي ما خسرتيش حاجة وهتبقي حاولتي. معاك حق يا دكتور، بس هو كده هيكون عندنا مشكله واحده بس، هي هتقعد فين طول مده العمليه؟ دي مش مشكلة خالص، لأنها هتفضل في المستشفى أصلا، ما ينفعش تتحرك منها، وهتاكل وتشرب فيها كمان، وكل ده مجاني لحد ما العملية ما تخلص. ممكن حضرتك تحدد موعد العمليه؟ من بكرة مفيش مشكلة. تمام، شكرا يا دكتور، عن اذنك. انا خايفة قوي. خايفه من ايه بس؟ ما كلام الدكتور حلو اهو، كل حاجه متسيره. ما ده اللي مقلقني، ازاي كل حاجة سهلة كده؟ الدنيا دي ما فيهاش حاجة سهلة ابدا، كل حاجة فيها صعبة. مش يمكن ده عوض ربنا على الايام اللي انت شفتيها الفتره اللي فاتت وعن كل حاجه خسرتيها؟ طيب سواء العملية فشلت او نجحت، انا هروح فين بعد كده؟ هعيش فين؟ انا لو مشيت من البيت دلوقتي خالته يستحيل ترضى ترجعني تاني. وترجعي تاني ليه؟ وانتي ايه اصلا اللي يجبرك ان انتي ترجعي تاني؟ انا اصلا ما كنتش موافقه على وجودك بالشكل ده في بيتنا من البدايه، انتي مش اقل مننا، ومن رغم كده ماما بتعاملك بطريقه وحشه.
ايوه بس مهما كان انتم اهلي، انا ما عنديش مكان تاني اقعد فيه. بس انت كبيرة دلوقتي، انت ناسية انت دلوقتي عمرك اكبر من 18 سنة وتقدري تعتمدي على نفسك وتعيشي لوحدك. طب والناس هيقولوا عليا ايه؟ يا ترى الناس هتتقبل حاجة زي كده؟ بصي انا عارفة ان احنا مش عايشين في المجتمع لوحدنا، بس هما ناس دول عملوا لكي ايه يعني لما حصل لاهلك اللي حصل؟ وكمان لما حصل لك كده هل حد فيهم ساعدك ولا كله كان بيتنمر وبس؟ مش عارفة. انت عارفة انا بحبك وبقول كده علشان مصلحتك، وافقي. ربنا يقدم ايه اللي فيه الخير. اتبسطتي في التمشية؟ مش شايفة ان انتي اتأخرتي قوي؟ هي الهانم وراهاش بيت عايز يتنضف ولا ايه؟ بس انا خلصت كل حاجة قبل ما انزل يا خالته. هو انتي كمان بتردي عليا؟ شكل امك معرفتش تربيكي ولا علمتك ازاي تحترمي اللي اكبر منك. ماما الله يرحمها، بعد اذنك ما تتكلميش عنها بالمنظر ده. هو ده اللي ناقص، واحدة زيك هتعلمنا اتكلم ازاي. يلا يا بت تجري على المطبخ، ومن النهاردة مفيش نزول ليكي مرة تانية. حقك عليا يا تمارا، ما تعيطيش، بس شوفي انت لازم تسمعي الكلام وتمشي من البيت ده احسن ليكي صدقيني. فعلا انت معاكي حق يا اسماء. يا رب يا رب، لو خطوة العملية خير ليا يا رب قربها، يا رب استرها ليا، يا رب طمن قلبي وخليني اعملها وانا مطمنة. انا خايفة قوي يا رب من كل اللي جاي، بس انت عالم بالخير، يا رب ارزقني بالخير. خلصتي صلاة؟ ايوه صليت صلاة السخارة ودعيت ربنا. ماما دايما كانت بتقولي قبل اي حاجة جديدة لازم تستخيري ربنا. الله يرحمها، انا اشتريت ليكي موبايل صغير كده علشان محدش ياخد باله. خليه معاكي وما تخافيش، الفلوس دي انا كنت محوشاها من ورا ماما. انا بجد مش عارفة اقولك ايه يا اسماء. ما تقوليش حاجة، اهم حاجة عندي ان انتي تبقي كويسة وتبقي احسن. يلا جهزي نفسك علشان تمشي بكرة الصبح، اهم حاجة تنزلي بدري من غير ما حد يصحى، وانا هكلمك واطمنك اول لما تكون الدنيا هادية. طيب ربنا يسترها. انا متفائلة قوي وحاسة ان الايام الجاية دي هتكون كلها خير وهتروق وتحلى. شكرا ليكي يا اسماء. ما فيش شكرا بينا يا بنتي، احنا اخوات. يلا نامي دلوقتي عشان بكرة تصحي بدري، يومك وراكي طويل. انا صاحية مرتاحة قوي، انا كده لازم اجهز نفسي وانزل بسرعة قبل ما اي حد يحس بيا. انا صحيت عشان اساعدك، يلا بسرعة. مع السلامة يا تمارا، خلي بالك من نفسك. يا رب هبدأ خطوة جديدة في حياتي، اجعل الجاي كله خير. تمارا يا تمارا، انتي فين يا بت؟ انتي فين يا منيلة؟ مالها دي مش بترد عليا ليه؟ اما ادخل الأوضة اشوف هي ازاي تنام لحد دلوقتي وما قامتش تشوف اللي وراها. السراير ما فيهاش غير 2 بس، امال هي راحت فين؟ اسماء يا اسماء اصحي يا بت. نعم يا ماما، صحيت اهو. هي فين تمارا؟ انا مش لاقياها. مش عارفة، انا لسه صاحية قدامك اهو. ايه الدوشة اللي على الصبح دي؟ ما هي باينة انها مش في سريرها يا ماما. ما تروحي تدوري عليها في حتة تانية يا ماما. ادور عليها فين يعني؟ انا عمالة انادي عليها ومش بترد عليا. يمكن في المطبخ ومش راضية ترد عليكي، بقت تطنشك، فروحي بقى دوري عليها بعيد عننا. طيب خلاص هروح اشوفها. اسماء فين تمارا؟ انا دورت عليها في البيت كله وما لقيتهاش، هي راحت فين؟ وانا ايش عرفنا انا يا ماما؟ انا كنت نايمة وما اعرفش هي فين. انا بصيت في الدولاب ولقيت هدوم بتاعتها ناقصة. الحقي يا ماما، دي شكلها تفشت وسابت البيت. انتي اتجننتي ولا ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟
اتجننت علشان بقولك اللي حصل. خلاص انا غلطانه، روحي دوري عليها مكان ما انت عاوزه، انا ماليش دعوه. يا بنتي يا اسماء انطقي، انت اللي تعرفي كل حاجة عنها. هي راحت فين البت دي؟ انا متأكدة ان انت عارفة. لا يا ماما، انا مش عارفة حاجة، انا عايزة اطمن عليها واعرف ايه اللي حصل لها. يلا ماما ننزل ندور عليها. ندور عليها فين؟ مش هي اللي مشيت بمزاجها خلاص، خدت الشر وراحت في 60 داهية. انا اصلا ما كنتش عايزاها. ازاي يعني يا ماما؟ دي مهما كان بنت اختك. هي مشيت بمزاجها ولا حد غصبها؟ طالما بمزاجها يبقى خلاص ننسى انها كانت عايشة هنا في يوم اصلا. يلا كل واحدة فيكم تروح تشوف بتعمل ايه ولا وراها ايه وسيبوني في حالي. طفشت البت من البيت، كانت نفعاكي وبتسمع كلامك ومش هتاخد منك اي حاجة، ارتحتي كده كله من معاملتك. انا اللي بقيت وحشة وزي الزفت دلوقتي. طيب وماله؟ فين الفلوس يا محمود؟ عدى كتير قوي، اظن السوبر ماركت وقف على رجله. انا عايزة نصيبي في الفلوس دي، يا اما هوريك انا هعمل ايه. هتعملي ايه يعني؟ هتقولي لها ما هي خلاص طفشت بسببك ومش هتوريكي وشها مرة تانية. هات نصيبي بقولك يا محمود. خلاص بطلي صويت، هديكي نصيبك، بطلي زن وركزي في خيبة بنتك. يعني هي بنتي لوحدي؟ ما هي بنتك انت كمان. بقولك انا مش فاضي للكلام ده، انا رايح شغلي بدل الهم ده، مع السلامة. احسن انها مشيت. انا اصلا كنت كل ما اشوفها قدامي افتكر فشلي في تربية بنتي. انا بس هجيب مين يعمل شغل البيت دلوقتي؟ انا خلاص ما بقتش حمل حاجة، هي شوية ومش هتلاقي مكان يلمها، وهترجع البيت تاني، ووقتها بقى انا هوريها انا هعمل فيها ايه. انا جيت اهو يا دكتور زي ما حضرتك طلبت مني. هو انت اسمك ايه؟ معقول مش عارفة اسمي وانا هعمل لك عملية كبيرة زي دي؟ انا اسمي عمار، ووعدك ان انا هعمل لك كل اللي اقدر عليه علشان تكوني كويسة. انا دلوقتي هدخلك اوضة ترتاحي فيها، وكلها كام ساعة ونبدأ العملية. انا عايزه اطمن عليها. يا ترى هي وصلت المستشفى ولا لسه؟ اهو الموبايل بيرن. هرد بس لازم الاول اتاكد ان محدش سامعني. ايوه يا تمارا. طيب الحمد لله، طمنيني عليك على طول. انا بحبك، ربنا يحفظك يا رب. وانا كمان بحبك، مع السلامة. انا مش عايزك تخافي من حاجة، الايام الجاية هتكون صعبة عليكي شوية، لكن اوعدك انه بعدها هتكون النتيجة كويسة ان شاء الله. ان شاء الله خير. انا تعبت قوي يا دكتور، هو هيفضل في شاش كتير عليا كده؟ شوفي الانسان طماع ازاي، مش كنتي من يومين عايزة تتكلمي؟ بس اديني خليتك تتكلمي اهو، بلاش طمع بقى. بس انا زهقت، انا بقالي اسبوع قاعدة على السرير مش بتحرك خالص، انا نفسي اتمشى شوية. استحملي يا بطلة هانت، ايه رأيك تحكي لي قصة حياتك وهو نتسلى شوية؟ يعني مش هتزهق وتقول عليا رغاية؟ ما انت كل يوم هتحكي لي جزء لحد ما نخلص حكايتك كلها. ماشي هحكي لك. انا بقول كفاية كده لحد النهاردة، واقوم اشوف باقي العيانين واجيلك بكرة، خليكي مرتاحة. شكرا يا دكتور. فين الفلوس يا محمود؟ اهو عدى اسبوعين وما خدتش منك حاجة، انت هتفضل تماطل فيا لحد امتى؟ انا خلاص جبت اخري وعايزة فلوسي. انت صوتك عالي قوي كده ليه؟ هما ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. ما قلتلك هتاخدي فلوسك؟ خلاص مش عايز دوشة بقى. طيب امتى؟ بعد 4 ايام، اديني بس 4 ايام وكل اللي انت عايزاه هيحصل. ماشي، ما جاتش على الاربع ايام دول. عدينا جزء كبير قوي وخلاص، ما بقاش فاضل غير جزء صغير. الخطوة الأخيرة اللي فاضلة إننا بس نفك الشاش اللي على وشك ده، ونتأكد إن كل العمليات نجحت، وده هيحصل بعد 4 أيام، وأنا إن شاء الله مطمن للنتيجة وواثق إن هي هتكون مبهرة. ان شاء الله يا دكتور.
سيبك بقى من العملية ومن كل ده، كملي. خالتك صفية عملت فيكي ايه؟ دي خالتك دي حكايتها حكاية. حاضر هحكي لك. يعني انت مضيتي على ورق اول ما رحتي عندهم؟ طيب انت متأكدة ان الورق ده ورق الوصاية بس؟ وقتها عم محمود قال لي كده وانا صدقته ومضيت على طول. ازاي من كلامك ان والدك كان شخص ميسور الحال؟ يعني اكيد كان عنده ورث انت ما اخدتيش منه اي حاجة. انا من وقت ما دخلت بيتهم ما اخدتش ولا جنيه واحد علشان اصرفه، ده كان بيرفض يجيلي العلاج ده، حتى الهدوم انا كنت باخد الهدوم القديمه بتاعتهم اللي مش عايزينها. مش عارف اجيبها لك ازاي، بس انت اتنصب عليكي. ها؟ اتنصب عليا ازاي؟ مش فاهمه. يعني ببساطة انت اكيد كان ليكي ورث، الورث ده بقى خدوا منك خالتك وجوزها، وعشان كده خدوكي تعيشي معاهم في البيت. لكن واضح من المعاملة اللي انت قلتيها ان محدش منهم بيحبك اصلا غير البنت اللي كانت معاكي. معك حق فعلا يا دكتور، محدش كان بيحبني غيرها، هي الوحيده اللي كانت بتعاملني كويس. انت طيبة اوي يا تمارا، لازم يكون ليكي موقف وتاخدي حقك منهم. انا مش عايزه منهم اي حاجه، انا كل اللي عايزاه اني ابدا بدايه جديده في حياتي واعيش حياه احسن. هيحصل، اوعدك ان انا هساعدك وهقف جنبك لحد ما حياتك تتغير. حياتي كلها هتتغير بعد كام يوم. انا ناوي اعمل حاجات كتيرة قوي. يا ترى هيكون المبلغ كام؟ يا ترى المبلغ هيكون كام؟ هو انا ازاي ما سألتش محمود؟ مش كان لازم اعرف معلومة زي دي منه؟ اول لما يجي لازم اسأله. الحمد لله على السلامة يا محمود. انا كنت عايزة اسألك على حاجة كده. خير؟ انا عمري ما سألتك الفلوس كام، هم كام صحيح؟ انت الفلوس لحست دماغك، بقيتي نايمة صاحية بتفكري فيها ايه؟ ما عندكيش غيرها. مالك بتتكلم كده ليه؟ مش لازم اكون عارفة حقي وعارفة هاخد كام؟ حقك برضو؟ ايوه حقي. ولا انت فاكرها فلوسك لوحدك ولا ايه؟ انا كمان ساعدتك عشان نجيبهم ولا نسيت؟ ما نسيتش يا صفية ولا حاجة، قلتلك هتاخديهم. وبعدين سيبك من كل ده بقى، انا جبتلك محمود هدية. انت بتتكلم بجد؟ انت عمرك ما عملتها. ما انا قلت اعملها بقى، ايه رأيك في السلسلة دي؟ الله دي حلوة قوي. هي دهب بجد ولا ايه؟ ايوه طبعا دهب، امال انت فاكرة ايه؟ بتهزر صح؟ لا طبعا مش بهزر، علشان تعرفي بس ان انا بفكر فيكي وانت كل همك الفلوس وما بقيتيش شايفة جوزك. اوعى تقول كده تاني، شكلها جميلة قوي تعيش وتجيب لي. الله يخليكي، انا هدخل انام بقى علشان تعبان. جاهزة يا بطلة؟ جاهزه، بس ده انا متحمسه جدا. اوعدك ان انت هتنبهري، مش هتعرفي نفسك اصلا. واول لما اخلص فك الشاش كله هديكي مراية وتقولي لي شايفة ايه. طيب يلا بقى بسرعه. خلاص قربت اهو، اتفضلي المراية. هو ده بجد اللي انا شايفاه ده صح؟ هو ده حقيقي؟ انا مش مصدقه، انا شكلي اتغير. ايوه حقيقي، ايه رأيك بقى؟ انا بجد مش قادره اصدق، انا فرحانه قوي قوي. الحرق تقريبا اختفى من وشي، انا وشي رجع زي زمان. لا لا لا، ده احلى كمان من زمان. الحمد لله يا رب، انا بجد مبسوطه قوي. الحمد لله على السلامة يا تمارا، النتيجة فعلا مرضية جدا. مرضية؟ بس دي مبهرة جدا. انا مش عارفة اقولك ايه يا دكتور. انت كنت سبب بعد ربنا اني ارجع لحياتي تاني، انت السبب في اللي انا فيه دلوقتي. شكرا بجد. انا كنت بعمل شغلي وبس، وبعدين انت اللي اديتيني فرصة اجرب واوصل للطريقة دي. ومن النهاردة غيرك كتير هيستفيد بيها وحياتهم هتتغير ومش هيعانوا من التنمر مرة تانية. هو انا كده اقدر اخرج من هنا واتمشى في الشارع وسط كل الناس ومحدش يخاف مني ولا يقولي ابعدي عني؟ خلاص يا تمارا، انسي كل ده كان ماضي وانتهى. دلوقتي ارتاحي لحد ما اخلص شغلي وارجع لك تاني. ياه انا النهارده نمت كتير قوي وما حسيتش بنفسي. امال فين محمود؟ معقول يكون نزل؟ انا ما حسيتش بحركته في الاوضه. بس ايوه هو اكيد نزل عشان ما اطلبش منه اننا نروح البنك ويديني الفلوس بقى كده يا محمود. طيب ماشي، لما اروح اجيب الموبايل كده وارن عليه. ايه ده؟ ايه الورقه الغريبه دي؟ مين حطاها هنا؟ اما افتحها واشوفها. يا ترى مكتوب ايه في الورقه؟
لما تشوفي الورقة دي معناها ان انا خلاص سبت البيت ومشيت. مش عايزك تستغربي، بس في الحقيقة انت زنانة قوي يا صفية، وانا زهقت منك ومن بناتك. ما تدوريش على الفلوس لاني اخدتها كلها ليا لوحدي، ولازم تعرفي ان طمعك ده اللي خلاني امشي واسيبكم. وحاجة كمان، السوبر ماركت ما كانش تمليك، ده كان ايجار، لاني كنت متوقع ان انت هتعملي كده معايا، فانا قررت اتصرف وابعد عنكم واعيش حياتي لوحدي من غير وجع دماغ. نسيت اقولك على حاجة عشان تعرفي بس ان انا بحبك. السلسلة اللي معاكي ده بتبقي بيعيها وادفعي ايجار المحل لانه متاخر في الايجار. انت طالق يا صفيه؟ لا لا، يعني ايه ده؟ انا هتصل بيه حالا. يعني ايه غير متاح؟ يا اسماء، يا اسماء الحقيني. ماما حصل لك ايه اللي وقعك على الارض كده؟ يا ماما يا ماما ردي عليا، يا مي تعالي بسرعه اتصلي بالدكتور. ايه كل الدراما دي؟ رشي على وشها شوية مية وهي هتفوق. عملت كده ومفيش فايده، اتصلي بالدكتور وتعالي ساعديني نحطها على السرير. للأسف أنا عندي لكم خبر مش كويس. المدام اتعرضت لصدمة شديدة سببت لها شلل ومش هتقدر تتحرك مرة تانية. طب ومفيش اي علاج؟ ادعي لها. يا حبيبتي يا ماما، ايه اللي حصل؟ انتي كويسة؟ انتي خلاص ما بقيتيش عارفة تتكلمي؟ اشوف الورقة اللي بتشاولي عليها. حاضر حاضر. فيها ايه الورقه دي؟ فيها ان ابوكي سابنا وهرب وطلق ماما. هو ازاي يعمل كده؟ انا هنزل ادور عليه لحد ما الاقيه. عايز يمشي هو حر، بس يسيب لنا الفلوس، هي مش بتاعته لوحده. يعني كل اللي همك الفلوس، مش همك كل اللي حصل في عيلتنا؟ فكك مني ومن شعراتك دي وسيبيني في حالي. انا هروح ادور عليه، انا نازله. ما تعيطيش يا ماما، انا جنبك ان شاء الله، كل حاجه هتكون كويسه. اهدي يا ماما. يعني هيكون فين؟ ازاي يعمل كده؟ كل ده علشان خاطر الفلوس؟ هو ده اب ده؟ انا اول مره اشوف اب كده في حياتي. اكيد ملحقش يبعد عن البيت كتير. ايه ده؟ ازاي العربيه جايه بسرعه كده؟ انا عايزه اجري بس رجلي متسمره في الارض خلاص. شكلها دي نهايتك يا مي. البنت غرقانة في دمها، حد يطلب الإسعاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. دلوقتي العملية خلصت، انا هروح فين؟ انا ما عنديش مكان اعيش فيه، واكيد مش هفضل عايشة في المستشفى، بس هعمل ايه دلوقتي؟ سمعتك وانت بتتكلمي على فكرة. انت هنا من امتى؟ من اولها هتروحي فين؟ مش قلتلك ما تخافيش، انا هساعدك. من النهارده انت هتكوني المساعده بتاعتي، وانا شفتلك مكان صغير قوي تقعدي فيه جنب المستشفى. ايجار طبعا، وهتدفعي الايجار من راتبك. ومش بس كده، انا عايزك ترجعي للدراسه من تاني. عايز همه ونشاط. هو ده حقيقي ولا انا بحلم؟ كل اللي بيحصل لك ده حقيقي. هو انت اللي بتعمل كل ده؟ عشان مش كل الناس وحشه، زي ما في ناس وحشه في ناس تانية كويسه، فقولي الحمد لله على كل حاجه. معك حق فعلا، الحمد لله. جالنا تليفون ان في بنت جت المستشفى عملت حادثه كبيره. الآنسة مي في العمليات دلوقتي، ادعوا لها، حالتها صعبة جدا. تقدروا تروحوا تشوفوها دلوقتي، وبعد العملية تكملوا الإجراءات وتاخدوا حاجتها اللي كانت معاها. بنتي هتكون كويسة، صح، أختك هتكون كويسة. انتوا أهل المريضة، احنا أنقذناها، لكن للأسف في كمية إزاز كبيرة جدا دخلت في وشها سببت لها تشوهات كبيرة جدا. للأسف مش هنقدر نعالجها، لكن هي هتكون كويسة وهتنتقل لأوضة عادية بعد كام ساعة. بنتي وشها راح، بنتي خسرت حياتها. اهدي يا ماما اهدي، وان شاء الله كل حاجه هتكون كويسه. يعني ايه؟ انا هعيش كده؟ هعيش مشوهة؟ لا يمكن ابدا. اهدي وقولي الحمد لله ان انتي عايشه. اخرس، انتي مش فاهمة اي حاجة. محدش هيرضى يبص في وشي، حياتي اتدمرت. انا بكرهكم كلكم، انتوا السبب. انتوا اللي خليتوني كده، انتوا السبب.
اديتها مهدئ وهي تنام، ده احسن لها. طيب هي تقدر تخرج امتى يا دكتور؟ من بكرة اهم حاجة حد ياخد باله منها. دلوقتي انا معايا فلوس كتيرة قوي، عايز اسافر بيها اي مكان. اروح فين؟ انا فضلت مستخبي اليوم كله علشان محدش يلحقني، ودلوقتي لازم اسافر بسرعة. اقف مكانك وهات كل اللي معاك والا هتخسر حياتك. اموت وما اديلكش اللي معايا ابدا، انا لا يمكن افرط فيهم. يبقى انت اللي اخترت. عملت كل حاجة علشان الفلوس وفي الآخر هتموت وراحت منك. انا هفتح واشوف مين. ايه ده انتي بجد، انتي تمارا؟ انتي خفيتي وما بقاش في وشك اي اثر للحروق. ايوه، ايه رايك؟ زي القمر، انا مبسوطه بيكي قوي. جايه ليه؟ جايه توريني ان انتي بقيتي حلوه وانا لا؟ جايه تشمتي فيا؟ مي، انت ايه اللي حصل لك؟ انا ما كنتش عارفه حاجه. كدابه، امشي من هنا، انا مش عايزه اشوف وشك تاني. انا بكرهك طول حياتي بكرهك. انتي السبب في كل اللي احنا فيه دلوقتي. فلوسك دي لعنة، يا ريتنا ما اخدناها. بس للاسف كل حاجة راحت، لكن مش هسيبك تشمتي فينا. اخرجي برا، يلا اطلعي برا. اهدي يا ماما، اكيد تمارا مش بتفكر بالطريقه دي. انتي زيها شمتانة فيا. يلا اخرجوا كلكوا برا. انا همشي يا اسماء، انا بس جيت اسلم عليكي. مع السلامه. اديكي جيتي وارتاحي، واضح انك زعلانة. انسيهم يا تمارا وكملي حياتك وعيشي من جديد. انت معاك حق، انا من دلوقتي هبدأ حياة جديدة ما فيهاش كره وغش وخداع. الحمد لله على كل حال، واني اتعلمت من كل اللي حصل. مش كل الناس بتتمنى لنا الخير، في ناس مؤذية وبتتمنى لغيرها الشر من غير اي سبب، وان ربنا مش بيسيب حق حد ابدا مهما حصل.